مساء الفل عليك من امبارح، صباح الفل عليك من النهارده. انت لازم تشغل في نجوم اف ام كده خلاص. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله بخير، كله تمام زي الحمد الفل. لله. كده كده تاني مره الناس ترجع بقى للبودكاست الاولاني علشان خاطر يعرفوا احنا قلنا ايه المرات اللي فاتت. فهيسهل عليهم كتير جدا المره دي، لكن المره دي برضو هنخش بتعمق كده في شويه حاجات. باذن الله ان شاء الله تقدر تفيدنا فيهم. بس اول ما نبتدي نسال الاول، ايه الاخبار؟ انت الفتره اللي فاتت دي كده غبت عننا فتره طويله. قعدت السنه اللي فاتت كده حبيبي والله. مختفي. ما شاء الله في كذا بطوله كده انت دخلتها، واللعيبه عندك ما شاء الله دخلت كذا بطوله. فانت عملت ايه الفتره اللي فاتت وناوي على ايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ هو اولا انا فاكر في البودكاست اللي فات كنت انا بتكلم وقلت لك ناوي اخش بطوله في شهر 10. وساعه ما انا كنت بكلمك حتى انا ما كنتش متاكد من الموضوع، يلا هل ترى هعرف اخش ولا لا ولا كده. بس الحمد لله دخلت. وكانت سفريه صراحه صعبه جدا، والحمد لله جبت مركز ثالث افريقيا. ما شاء الله. ودي بالنسبه لي يعني انجاز. انا حاسس ان أنا عملت حاجه كبيره جدا انا بالنسبه لنفسي يعني. لا لا، مع ما شاء ان الله لينا كلنا. يعني الله يخليك والله الله يخليك. فلان انا دي ليه هقول للناس ليه تعتبر حاجه بالنسبه لي كبيره جدا، لان البطوله دي اول بطوله اي بي اف رسميه. اللي ما يعرفش اتحاد الاي بي اف هو الاتحاد اللي هو الرسمي للعبه، اكبر اتحاد للباور ليفتنج. الباور ليفتنج ليها كذا اتحادات، انا كنت اتكلمت عليهم البودكاست اللي فات. وده اكبر اتحاد للباور ليفتنج، وهو اتحاد فيه تحليل وفحص للطبيعيين، والاتحاد الرسمي من اللعبه الاولمبيه. وطبعا عشان الكلام والكلام ده كله يا جماعه، عشان في ناس بتشوف مثلا واحد شايل 500 كيلو وبتاع مش عارف ايه، بيقول لك يا عم هو ده طبيعي؟ الفحص للاسترويد بيتم للتوب 3. دي معلومه مم. مهمه. او لو في، وده على حسب معرفتي، قال لو في حد سسبشس، حد شك في امره، حد في حاجه معينه، وعلى هذا الاساس بيتم. يعني كان انت مثلا يا باشا حماده منكش قمت انت طالع البطوله ضارب كل حاجه في الدنيا واخد مركز 12 15 17، هيفحصوك ليه اصلا؟ ايوه بالظبط. يعني انت يا عم واخد 7 مواد، هيفحصوك ليه؟ ما انت اصلا في الاخر تقف مم. عليه باقصاء. التحليل ده غالي جدا، حاجه غاليه جدا. صح. فبس عشان ايه نخلص القصه دي يعني. فالحمد لله كانت بطوله كويسه جدا، انا عملت كويس. طبعا السفر للبطوله متعب، من الحاجات المرهقه اللي انا عديت بيها، ما كنتش متخيل الموضوع هيبقى كده. مم. طبعا كان في حاجات نفسيه برضه في البطوله، الحمد لله الدنيا ظبطت. ما شاء الله. وكان غلطه انا اتعلمت منها جامد، ان انا كنت عامل حسابي ان أنا انزل وزني شويه قبل البطوله بخفيف، عشان ما اقعش، ان انا اعرف اكل لحد البطوله، بنفس الوقت البرفورمانس ما يقعش، في نفس الوقت ايه، ان انا ادخل بطوله انزل مثلا ووتر ويت او حاجه وخلاص خلص الموضوع. بس حاجه اتعلمتها وبقولها، ان مم. مفيش حاجه ملهاش ثمن. طبعا. كله بثمنه. طبعا. كله مم. بثمن. فطبعا عملت كويس جدا. انا اكتر اللي عارف الباور ليفتنج، انت عندك 9 محاولات، يعني لو 3 معلش، قبل ادوار. قبل ما تخش على المحاولات، يعني لو هيرجع بيك او هتخوض التجربه تاني، المره الجايه هتدرجها ازاي او هتعمل فيها ايه؟ انا خلاص بدات، انا بدات انزل وزني من دلوقتي، لان انا عندي ان انا وزني مثلا، انا بلعب تحت الميزان 120. لو انا وزني 118 واصل الميزان براحتي يا عم 118، وزني رفع سنه بقى 119 بقى 120، انا ستيل مطمن، انا ستيل تمام. لكن تمام. ان انا ادخل ابقى انا عم ميزاني مثلا 123 ولا 122، وابقى انا بقى على الحركرك. المشكله اللي حصل ان مع الضغوط، وان انا كان في حاجات نفسيه يعني خلتني ضغوط خلتني ما بعرفش انام كويس الفتره الاخيره. فانا كان وزني، انت عارف اللوتر ريتنشن طبعا، طبعا. فوزني ضرب مني كمان، اللي هو دي كمان عكت عليا. بدل ما كنت هنزل ال 2 كيلو دول، لا ده انا كنت هنزل بقى ايه 3 ونص ولا كده. بس مم. بس الحمد لله عدت. بس لو رجع بيا الزمن زي ما بقول وانا فيها حاليا، انا بدات انزل وزني فعلا، وبدات انزل وزني بذكاء. ودي اصلا يعني عايز اقول لك دي عايزه بودكاست لوحدها. موضوع انت تنزل وزنك كباور ليفتنج ده الموضوع فعلا صعب، فعلا صعب. ويعني ممكن نتكلم منه في اخر البودكاست لو عايز يعني. اه طبعا، من بناء على المواضيع المهمه جدا. الاكسبيرينس، بناء على الاكسبيرينس السروجي بس. موصيني فدي عليها دي. يعني السروجي مين؟ موصيني عليها دي. فدي من الحاجات فعلا فعلا الواحد لازم يكون واخد باله منها. في ناس بتعتقد انها يعني فراوده في الموضوع ده، بس صدقني ان هو المليون ما فيش حاجه بتيجي من غير ثمن. انت يا سيدي دخلت عملت ارقام حلوه، كنت ممكن تعمل احلى، انما مم. ما فيش حاجه ملهاش ثمن.
من الاخر. انا جربت حاجات كتير، جربت حاجات كتير جدا. بس يا سيدي جميل جدا. فالحمد عملت لله ايه يعني. بقى في البطوله؟ كنت قطعت انا كلامك في 9 محاولات. التسع محاولات كان اهم حاجه عندي طبعا ان انا طالع بطوله مهمه جدا. والبطوله دي انا الوحيد اللي كنت بمثل مصر في البطوله دي، فكان شيء يعني لو خيشت كانت هتبقى شكلها وحش جدا. مم. فانا كان هدفي الاساسي ان انا اخد انت كنت رايح تسعه من اصلا تسعه. اوريدي، كنت رايح اوريدي اصلا عليك ستريس عالي، اللي هو بص انت دلوقتي اه اه، لا بتقول لا لا، ايه؟ كان لو عندي كنت ستريس بشع. لو كنت عامل انا الوحيد، فبالتالي دي اصلا لوحدها دلوقتي انت بتحكيها وانت بتقولها كده، فاهم؟ الحمد لله. انا اقول لك اصلا اللي حصل والله العظيم، لو مهما قلت لك انت مش هتصدق، لدرجه ان انا كنت خايف وانا بحكي للاتحاد الجزائري يفكروني بهتش عليهم. انا كنت مسافر انا واتنين صحابي، اتنين صحابي مم. عزاز عليا. احنا يلا يا جماعه نطلع البطوله مع بعض وبتاع، بحيث ان احنا هنقسم الفلوس احنا مثلا الاقامه ترانسبورتيشن كل ده هيتقسم علينا. وفي نفس الوقت احنا بنتمرن مع بعض، احنا اصحاب اصلا، وهنطلع نكمبيت مع بعض كلنا، ايه ايدينا في ايدين بعض كده جميل، وايه تمام. حلو. مم. قبل البطوله بشهر واحد مننا اتصاب. يا ساتر. مم. واصابه يعني هي مش حاجه خطر، بس اصابه ما تخلوش يعرف يشيل حديد. ما تخلوش. مم. انت عارف السباين كراك اللي هو اللي بيحصل ده لما ايوه بالظبط. ادي واحد. طب يا ابني يهديك يرضيك، طب نشوف دكتور قال لك طبيعي مش عارف ايه، قال له ما لا. فيش الدكتور قال وقت. لك إيه؟ قال له مم. انت ما ينفعش. مفيش. قال هو مم. الدكتور قال لك قال له ما فيهاش. وفعلا اللي هو لسه راجع من اسبوع اصلا، يعني الموضوع بعد البطوله بقد كده. مم. ماشي يا سيدي، كمل يا ابني، واحد اتنين تلاته اربعه، هوب التاني اتصاب برضه. اصلا يعني انت اوريدي اصلا نفسيا مش عارف اضحك ولا اعيط والله العظيم. اللي هو المشكله المشكله ان اللي هو انت اول مستني حاجه، دورك، فاهم؟ اول حاجه انا لسه والله العظيم في كميه يعني انت عارف احنا المصريين يعني الضحك بنقلبه، قصدي الغم بنقلبه كوميديا. ايوه. فانا عايز اقول لك ان يوم وانا نازل هم جم بقى عشان ايه يواسوني، يعني جايبين جابوا لي البيت يوصلوني المطار وكده. مم. فبنزل الشنطه الايد اتقطعت. لا بقى بص دي قمت قايل علامات. لهم فبهاء صاحبي بيقول لي خير 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 يا كابتن اداء، ما فيش حاجه ولا اي حاجه، فجاي بيمسك الايد الثانيه قامت مقطوعه برضه. قلت له تمام. لا هو خير. قال لي بقول لك ايه، ما تحطش حاجات دي في دماغك، احنا ما فيش الكلام ده. قلت له انت ماشي تروح حاضر. انت تروح ما ترجعش بقى، ما تبعد عننا شويه. قلت له انت متاكد من الكلام ده؟ تمام ماشي. المهم بعد كده آه التاني اتصاب ركبته حصل فيها انفلاميشن جامد، وما بيقدرش ينزل كوارتر سكوات حتى، ما بيقدرش مم. 60 يعني، ما فيش. المهم فبرضه نفس الكلام يا ابني، طب خد مثلا حقنه فولتارين ولا حاجه تهدي. انا ما اعرفش. مم. انا بقول فشوف علاج طبيعي انت عايز اي حد يطلع معاك، اللي والدكتور. هو انت هتسيبوني في الاخر لوحدي؟ انا عايز ارسم الدنيا. وبعدين انا مش عشان بس موضوع ان احنا مشاركين في كل حاجه مع بعض، مم. عشان برضه حتى احنا عارف يعني، انت عارف لو قلت لك مثلا كابتن مصطفى انت طالع لوحدك، انت هتلعب لوحدك وخلاص، بالظبط. انت منتلي انت باني على ده. المنتالي اصلا، لكن في ايوه. نص الرحله مم. كده البسك. ما هم طبعا هم ما لبسونيش، قصدي يعني انت بقيت لوحدك يعني اللي كده هو بتسيبك فجاه. لوحدك كده، اللي هو انت سايبك لوحدك. اه ايوه. الموضوع لا مأساوي جدا يعني. بس يا سيدي قلت بقى خلاص ما بديهاش ويلا بينا. وطبعا في حاجات طبعا حتى كمصايف وكده اتحملت، الحاجات اللي اتقست على ثلاثه كلها بقت على واحد. مم. فيعني الحمد لله. فالمصاريف عندك بقت زياده بس اصلا كمان. بالظبط بالظبط، مم. يعني غير ضغط نفسي وضغط بس في مادي الاخر يعني، بس الحمد الحمد لله لله. ان ربنا كرمك وانت حققت مركز كويس الحمد جدا ما لله. شاء الله، وشرفتنا يعني هناك. ناوي على ايه الحمد لله الفتره الله الجايه؟ يخليك والله. الفترة الجاية طبعا أنا بحاول إن أنا أفكر بذكاء شوية، إن أنا ما أستهلكش نفسي ماديا. بس بحاول إن أنا أركز أكتر في المشاكل اللي كانت عندي، يعني مثلا بحاول يعني من الآخر كده مش عايز أغلط الغلطة مرتين خلاص. مم. موضوع الوزن أنا بادئ من دلوقتي، اللي هو أنا بكلم نفسي اللي هو لا أنت لو ما قصتش دلوقتي هتقص إمتى؟ خلاص، مم. يا تعملها يا عايز ما تقرص في الوزن تعملهاش. وتفضل ثابت بقى ايه كده بقى، بالظبط بتكمبيت في الحته دي. بالظبط. انا كويس عايز جدا. اقول لك ان انا نازل برتم بطيء. طبعا بالنسبه لناس كتير ممكن يكون ده رايك برضه، ان ده مش احسن حاجه ان انت تفضل تنزل لمده طويله رتم بطيء جدا. بس انا حاليا في ده مرتاح وشايف نتيجه، بلس ان اهم حاجه عندي الباور ما ينزلش. بالظبط. ما انا هو كان دايما لو انت عملت ديفيسيت جامد جدا هتلاقي الاسترينث بتاعتك نزلت واوزانك كلها نزلت، فهيأثر معاك بالظبط نفسيا، هيأثر معاك
في التمرين. بالظبط. ودي النقطة اللي أنا شفتها حاولت فيها كتير، اللي هو معلش يعني مع احترامي لكل حاجة، بس نص كيلو في الأسبوع ده ما بيمشيش مع الباور ليفترز خالص بالنسبة لا. لي، خصوصا الباور ليفتر الطبيعي. مم. لأن أنت نص كيلو في الأسبوع فعلا هيهدك. لو أنت هتنزل كل أسبوع نص كيلو ده هيهدك. مم. أنا بشبهها تشبيه بسيط كده. أنت لما يكون مثلا حتة لحم مثلا حاططها في الفريزر وعايز تسيحها، تحطها بره الثلاجة مثلا. ان انت تسيبها مثلا في الثلاجه بدل شيء من الفريزر حطها في الثلاجه، تسيبها مثلا يومين كده تفك براحتها، ولا ان انت تقوم طالعها حاططها في الطاسه وسخن عليها النار. فاهم؟ مم. فهمت قصدك، اه. فاهم؟ ادي الحاجه وقتها عشان ما تقعش منك. فده مم. اللي انا حاسه دلوقتي، ان انا بنزل. عايز اقول لك ان انا بعمل بي ارز وانا بنزل، ودي ما حاجه شاء الله. يعتبر اول مره تحصل. مم. بس ما زلت انا لسه ما وصلتش برضه للديفيسيت العالي. خلي بالك الواحد يكون صادق مم. يعني. يعني انا حاليا باخد 3100 كالوري. ده بالنسبه للديفيسيت الحالي. في ناس هتنظر للنظره دي ان ده كالوريز كتيره، بس بالنسبه لي ده مش كتير. تمام. بالكينج. بالكينج بالنسبه للناس. بس يا رب نقول زياد ما بدري ما شاء الله بس يسمعناش. عشان ما حدش يا رب زياد ما يسمعناش. المهم، فانا مرتاح جدا على السعرات دي، وحاسس ان انا تمام، وان انا بنزل ومش بجوع قوي يعني، الدنيا حلوه فزي جميل. الفل يعني. أم، بس دي الفتره اللي انا دي الحاجه اللي انا واعي عليها دلوقتي، ان انا انزل وزني جرادولي. الحاجه التانيه ان في اي ميستيكس في التكنيك حصلت، سواء في بطوله سواء في تمرين، انا لازم اصلحها الفتره الجايه. يعني ودي انت حاجات بعد كل بقى. الفتره دي كلها لسه بتشوف نفسك بتمستيك في التكنيك؟ لا، اشرح لي بقى القصه دي. هقول لك بقى الناس هقول لك برضو بقى تستفيد منها. طبعا. اه دي حاجه مهمه جدا وبشوفها. انا دايما عندي كده مبدا، وان كل حد في اعلى منه، في اعلى منه، وهكذا. انا ما عنديش اي مشكله مثلا الاقي شاب مثلا وزنه 60 كيلو طالع بيدي نصائح في الاداء ونصائح في ويعمل كونت، ما عنديش اي مشكله من ده. بس هي المشكله ان انت لازم وانت بتعمل ده تعرف ان في ناس احسن منك بكتير وناس اقوى منك بكتير، وانت هتفضل ما توقفش تطور. صح. انا في البطوله بتاعه افريقيا دي، انا فاتح اول محاوله سكوات، انا فاتح بالراحه ليه؟ خلي بالك انا هايب البطوله وعايز العب سيف. وتاني حاجه ان انا زي ما قلت لك انا ما اعرفش انا عامل ازاي لسه، لان انا اتعرضت لحاجات كتير مم. ومسافر ونفسيا وكذا، فانا مش عارف انا عامل ازاي. فبلعب سيف ففاتح 237 ونص، يعني حتى مش 240. انت عارف اللي معايا فاتح وانت كام؟ بره. وانت بره، معلش بس سؤال، وانت بره مم. هنا في مصر عادي بتتمرن، كان الماكس بتاعك كام؟ 272 ونص. طب ليه فتحت قليل قوي كده؟ عشان انا عايز اضمن البطوله ان انا العب سيف، بعد ما العب المحاوله الاولى سيف اهدى كده وادخل البطوله احط بصمتي في البطوله. زود مم. زود. طيب وده اللي معلش حصل فعلا قطعتك، عشان كده. كمل. مم. ولا يهمك ولا يهمك. عشان كده فتحت، عشان كده لعبت الدنيا سيف والدنيا مشيت مظبوطه والحمد لله. انا لو كنت فتحت عالي افرض ما شلتهاش. في الباور اه، ليفتنج ما تبقى ضاعت ينفعش عليك تنزل خلاص. الوزن. خلاص. عشان مم. الناس اللي مش عارفه في الباور ليفتنج ما ينفعش انزل وزن. حطيت 270 ما شلتهاش يا باشا هتخش 270 تاني. ما ينفعش تقول بالظبط. لي انا معلش اصلا مش تعبان، ما فيش الكلام ده. لا، مفيش الكلام ده. فالمهم اللي معايا فاتح كام؟ اللي معايا فاتح 300، ب 335. ازاي؟ فانا ما بقولش ازاي، بقول حاجه واحده، ان هو اشتغل وتعب وات ايفر حصل ايه، وات ايفر اللي بيمر معاه، هو مم. اشتغل وتعب وعمل ده. فانا لما اجي اقارن نفسي، ما بقارنش نفسي ان انا اقوى واحد في الجيم. انا اعمل ايه بالجيم؟ صح. عشان دي بتحصل كتير برضه. ان انا في يوم من الايام اول ما بدات يقول لك ايه، انا كنت حاسس ان انا اقوى واحد في الجيم، انا كده خلاص، انا كده تمام، أنا كده جامد. مم. لا مش ده المقارنه خالص. انت طلعت من الجيم، ما تقارنش نفسك بالجيم بقى. فانا صح. دلوقتي مثلا بقارن نفسي فتح بالمناسبه الشخص ده بطل عالم. بطل ما شاء عالم وكان الله. بيلعب معانا بطوله افريقيا عشان يحافظ على اسمه في افريقيا. ده اللي حشره معانا يعني. مم. فده السبب يعني. فانا لما اجي ابص، لا انا في فرق بيني وبين اللي فوقيه جامد. مش ان مم. انا جامد وبقالي قد كده. طيب دي نقطه. النقطه ده اللي بتكلم على بقى خبره البطوله، وخبره ان انت تتحط في الحاجه نفسها، سواء خبره عمليه في التمرين عامه او خبره بطوله. ده بيعرفك انت موقعك فين بالظبط، وبيعلمك حاجات جديده انت ما كنتش تعرفها او انت ما كنتش واخد بالك منها. زي بالظبط
ان مدرب عمال يتكلم في الووتر كات والمش عارف الكارب لودنج وي وي وي، وهو عمره واقف على مسرح. مم. بالظبط. جميل جدا. صح. او عشان ما اظلمش، ممكن عادي مدرب عمره واقف على مسرح كل حاجه، بس وقف ناس كتير على مسرح وخد خبره من اللعيبه دي برضه. ستيل اه، برضه فاليد. دي نقطة كويسة، ملحوظة كويسة، ستيل صح. فاليد اكسبيرينس. مم. من الحاجات اللي انا كنت واخد عليها مثلا ان انا في البنش بريس انا اللي بلعب بتكنيك اسمه سينكينج تكنيك. سينكينج تكنيك اللي هو بالعربي غطس، بغطس البار في بطني وايه، وبديله زقه كده. فانا بتعب ان انا الليفت اوف او لحد ان انا لازم حد يديني البار عشان الرينج اوف موشن، ما بعرفش اجيب البار بكتفي. مم. خصوصا ان انا الحمد لله بشيل اوزان تقيله جدا في البنش. الاكسترنال روتيشن بتاع الشولدر مع الوزن ده كله، مع بتاعي بيبقى صعب جدا. بالظبط. انا ممكن اجيبه مم. لحد ال 150 كيلو بنش، بس مع اوزانك لما تتقل جدا الموضوع صعب فعلا، الموضوع صعب مش هتعرف تعمله. ولو فيا عملت اما وايد بدون، معلش قطع كلامك برضه عشان الناس تستفيد، اه. لو عملت وايد مش هتعرف تعمل سكابيولار ريتراكشن كويس، مش هتعرف تكنترول كويس، يعني لو انت عملت انا وايد جريب. عايز انا عايز اقول لك انا بعمل وايد. كمان. انا بعمل وايد بس انا عشان انا بنزل على البار تحت الشست، على فم المعده بالظبط، على اول الابدومينالز كده. مم. فده بيخليك ان انت عشان تجيب المسافه دي كلها يعني الموضوع صعب. مم. تاني حاجه من الاكسبيرينس مع الاوزان التقيله في البنش، دي طبعا عادي نتفق او نختلف، السكابولار تراكشن بيكون نقطه ضعف مش نقطه قوه. جميل. مم. تمام. ان انا كنت زمان بلعب وان انا بكون مركز اول ما اخد البار اعمل سكابولار تراكشن والكلام ده كله بيحجمك فعلا وما بيديلكش اي اضافه. ممتاز. لكن بس عشان اوضح نقطه مهمه مم. عشان اللي بيسمعني، لان كل الناس مش نفس المستوى. خلي بالك، انت جسمك كسترينث اثليت بيبدا الالياف العضليه وبيبدا جسمك فعلا يبقى دنس جدا، لدرجه ان مش اي حاجه تعمل لك انجري، ومش اي حاجه خلاص جسمك بيتعلم من السكيل. فانا مم. لما اعمل ما اعملش سكابر ريتراكشن انا بفضي مكان لحاجه تانية عشان يعني بفضي يعني بسيب مسافه لحاجه تانية ان انا اقدر ازق براحتي وان انا اقدر انزل براحتي، بحيث ان ده هيديني يعني افضليه في التكنيك. بس مش شرط ان ده يكون كويس لحد مثلا وزنه 50 كيلو. صح. كويس جدا، مظبوط، تمام. صح. وبيختلف مع التكنيك. لكن بخبرتي مع حتى ان معايا بنات وزنهم 50 وفوق ال 50 60 حاجات خفيفه جدا وبنات وبيشيلوا اوزان تقيله جدا في البنش. انا معايا بنت بتشيل 100 كيلو بنش. ما شاء الله. فبشوف دي برضو اعلى ان من ارقام فعلا اولاد على مع فكره، اعلى من ارقام بالظبط اولاد. مم. بالظبط. عايز اقول لك ان فعلا السكابلر تراكشن لو انت بتعمل ارش كويس والبادي تنشن ممتاز انت مش محتاجه، وبالعكس مم. ده هيحجمك وهيقلل لك السترينث. جميل قوي، حلو، حلو جدا. فمن الحاجات اللي اتعلمتها ان انا مثلا كنت دايما متعود على الليفت اوف. ايه الليفت اوف؟ ان حد بيشيل البار بيجيبه لي كده قدامي. ده موجود في البطولات عادي، ان انا اطلب من السبوت اقول له انا بعمل كذا كذا اعمل لي كذا. بس المشكله فين؟ ان انا متعود على حاجه معينه عبيطه قد كده اهو، ان انا ايه، بعد ما بظبط نفسي كده تحت البار بهزله دماغي او اشاور له بعينيا كده اديني البار. انا متعود على كده وكل الناس في الجيم معودهم على كده. بس انا ناسي ان السبوت ما يعرفش دي. مش في فانا بالك. بقول له هشاور لك، فانا بقول له هشاور لك اديني البار. فانا عمال اشاور له مفيش. يا ابني عامل له كده، اخر ما زهقت قمت قايل له اديني البار. اديني البار يا عم. قام الراجل مديني البار، قام لي في حضني كده، قمت نازل. طبعا كانت سيئه جدا بس عملتها ومظبوطه وكل حاجه. تاني محاوله نفس القصه، قمت قايل له اديني البار. طبعا انا لما بتكلم بطلع الهواء والبريسنج ده بيفك سنه، فبتكون الليفت مش احسن حاجه بس عملتها كويس وممتازه. تالت محاوله بقى انا كل تركيزي مش مع الليفت ولا مع الجادج، انا تركيزي مع السبوتر. مع السبوتر. تالت محاوله كانت 195. مم. 195 ده وزن تقيل جدا. مم. فانا نازل بالوزن. سوري، المفروض في الاول الكوماند في الاي بي اف بيقول لك ستارت. فانا كل تركيزي مع السبوتر، قلت له يلا مش عارف، خدت الوزن قمت نازل بيه على طول من غير ما يقول ستارت. اوه. ايوه، ايوه. كل سنه وانت طيب. طبعا نزلت انا ما خدتش بالي خالص، انا ادركت تحت بقى والبار كده على بطني فاهم. وهو انت مستني حلاوه بريس وهو بيقول لك العصايه فاهم. ستارت. انت مستني بريس بالظبط وهو بيقول لك ستارت بالظبط. اصلا. اه. مشكله هو الجادج حصل له لاج، هو ما اتكلمش. نزلت بقى لقيته ما قالش حاجه، بعد كده قال لي مجامله، قال لي بس عشان اطلع يعني. انا اصلا ما طلعتش والله، سبت على بطني كده قلت لهم خدوه. انا مش شايل. قام خدوه من على بطني.
بس يعني الواحد بيتعلم حاجات كتير. وبرضه من الحاجات الواحد بيتعلمها موضوع برضه ان انت تاكل ايه في البطوله، وان انت طبعا الموضوع ده انا مريت بيه 500 مره، بس انا بتكلم الشخص اللي ما عملش او ما دخلش قبل كده، لا بيفرق. كل حاجه انت بتعملها وتكون متعود عليها او مش متعود عليها بتفرق. طبعا. نصيحه بنصحها لاي حد بيتمرن مثلا معايا او داخل بطوله او كذا: ما تعملش حاجه جديده. حقيقي، تاني تمرينك نصيحه في لتاني مره زي البودكاست اللي فات، الناس اللي بتدخل مكملات جديده لاول مره ده زي قصه الناس الكافيين بتاعتك كده. الناس الناس بيكون عندهم اكسايتمنت رهيبه جدا للكومبيتيشن. يقول لك مم. مثلا ايه، مثلا هو في تمرينته العادي، وتلاقيه ما شاء الله اوزانه حلوه وكل حاجه، تلاقيه في تمرينته العادي مثلا بياخد موزتين وكوبايه قهوه قبل التمرينه. ده مثال، هو متعود على كده. مم. في البطوله بقى انا هاخد لي بقى واحده مندي، مم. فاهم؟ تديني بقى يخش ينام. الكافيين ده يا جماعه سلاح ذو حدين. انا عايز اقول لك ان في ناس بتابيوز الكافيين بطريقه غلط. انا واحد من الناس، في يوم ايام انا دخلت 1200. مم. وانت مش ده متعود كتير عليهم. جدا. وانت ده مش كتير متعود عليهم. جدا. مم. طبعا طبعا. انا اخري يعني انا متعود على ال 600، ما بعدش 600. ده في الاس بي دي اللي هو يعني ماكسيمم بيرفورمانس. لكن انا في الايام العاديه مثلا تمرين عاديه ما باخد مثلا 450 ولا حاجه. فبرضه موضوع ما تعملش حاجه جديده. يوم البطوله هو يوم تمرين عادي جدا تقيل. شكرا. بالظبط اعمل صح. اللي بتعمله في البطوله بس كده. مم. بس ودي قصتي مع البطوله. طيب حلو. ناوي على ايه الفتره الجايه غير موضوع تظبيط التكنيك والحاجات اللي ان زي شاء ديت كلها؟ الله. ان شاء الله بعد تنزيل الوزن والكلام ده كله، عايز ادخل لو في مجال لاي بطوله في شهر 5 او 6، بحيث تكون دي حاجه كاب ان انا اقدر براكتس البطوله، وان انا اقدر اعمل ارقام جديده، بحيث بعد كده يبقى عندي. عايز ادخل بطوله افريقيا السنه الجايه ان شاء الله في شهر 10. طبعا انا كان ممكن ادخل بطوله العالم، في بطوله عالم ان شاء الله في شهر 6 الجاي، بس انا حاسس ان انا ستيل مش جاهز الجاهزيه الكافيه لبطوله العالم. يعني بطوله العالم هخشها وهعمل كويس، بس هتلاقيني في اخر الليست. ده اللي كنت لسه بتكلم عليه. مم. ان انت هتلاقي مثلا الناس معتقده بقى ان ايه، ده هيخش ياخد اول، ده هيدمرهم. حبيبي في ناس وحوش، في ناس مش بني ادمين. فان انا اروح وتلاقي علم مصر كده واخد 14 15، ليه؟ مم. ده وجهه نظري. انا ما عنديش مشكله، ممكن اغير رايي بكره الصبح. ممكن تلاقيني بقول لك كابتن مصطفى، بقول لك انا واحد بطوله العالم، ومش عيب ان انا اروح ابراكتس وان انا ابارتيسيبيت خد وان انا التجربه واكسر رهبه الدنيا والحاجات اللي زي ديت كلها، بس انت عادي. بتقول بس اه. انا بفكر في كذا حاجه، منهم مم. العامل المادي. يعني انت مسافه بطوله في بلد اوروبيه هتدفع تيكت وهتدفع فيزا شنجن وهتعمل عشان تروح تبراكتس. صح. فاهم قصدي؟ بس فانا ببص لها من الناحيه دي يعني. فان شاء الله لو لحد كده، فهي بفكر ادخل اي بطوله لو في شهر 5 او 6، ويبقى احنا هدفنا افريقيا، وبعديها ان شاء الله بعد كده عالم يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك فيها باذن الله. يا مسهل طيب، يا رب، يا مسهل. نيجي على اول سؤال. انت اقترحت عليا سؤال جميل جدا في الاول، وانا ايه اقترحت عليك سؤال جميل، نبتدي بانهي واحد؟ قول اللي اقترحته عليا لو. طيب ماشي. بص يا سيدي، انا دلوقتي سمعنا البودكاست اللي فات والبودكاست دوت وقررت، وانا راجل شايف نفسي الاسترنس بتاعتي قويه والحاجات اللي زي ديت، وحابب جدا السكوات والديد ليفت والكلام اللي زي ده كله. تمام. وده من خلال كمان واقع تعاملي مع الناس. اول حاجه بخش اعملها ان انا بخش اعمل سيرش على النت او على جوجل، ادور على برامج جاهزه. ما عنديش بقى القدره الماديه بقى لا اشترك مع كابتن ادريان ولا اشترك مع كابتن دي من الناس. انا داخل اجيب برنامج دلوقتي جاهز من على النت، فبجيب بقى البرنامج جاهز من على النت وبطبقه. بس بقابل مشاكل كتير هنناقشها دلوقتي، وممكن اقابل بعض المميزات اللي انا اتحسن عليها في الاول. فايه مميزات وعيوب البرامج اللي جاهزه من على النت؟ اول حاجه، لو واحد لسه داخل اللعبه جديد، يعني تعال نقسمهم لحد ابيض خالص، يعني لسه داخل الجيم، اوعى تعمل كده. شوف جميل. مدرب، استثمر في نفسك لو سمحت، مش عايزين اصابات. مم. بكل بساطه الموضوع ابعد مما تتخيل. لان انت ممكن تعتقد الموضوع بنزل سكوات، بزق البار بنش وادي ديد ليفت. لا يا حبيبي، الموضوع مش كده. انا اول حاجه اول واخيرا يا سيدي، ما تتقدمش او تتقدم ربنا يكرمك. انا بتكلم ان انت بس تطلع سليم. انا عايزك تطلع سليم، مش عايزك يحصل لك مشكله، مش عايزك تتصاب، مش عايزك يحصل لك انجري تقعدك تماما.
انا اعرف ناس قاعده ما مم. بتتمرنش يعني. فده اول حاجه. طيب دي الناس دي. طيب فاول حاجه يبقى دول تدوروا على مدرب. الناس اللي هي عندها خبره في الجيم شويه، وجسمه نوعا ما شادد حيله وبيعرف يتمرن، بس انا عايز ايه ده الباور ليفتنج دي لعبه عايز اجربها ونفسي فيها وبتاع. طب ماشي يا باشا، لقيت بروجرام اونلاين، جو اهيد، جو اهيد جرب. عايز تجرب جرب اهو. إيه لحد كده تمام. هيجرب وهيشتغل معاه وهيبروجرس، هيعمل تقدم لحد فتره معينه. الفتره المعينه دي بقى بيحصل ايه؟ بيحصل ان مفيش عامل الذكاء اللي يقول لك انت لا، محتاجين نظبط ايه، محتاجين نعدل ايه، محتاجين نغير ايه في التكنيك، محتاجين نعدل ايه في الاداء سوري، في التكنيك نفسه، محتاجين نعدل ايه في البروجرام نفسه. البروجرام ممكن يكونش مناسب ليك في حاجات كتير جدا. اول حاجه وابسط حاجه هتلاقيها دايما في البرامج ان البرنامج مش شايف اللي قدامه. دلوقتي مثلا انا قلت كابتن مصطفى الجندي انت عندك النهارده 100 كيلو سكوات، 3 عدات. كابتن مصطفى الجندي راح عمل عدتين بس. مم. ده في البروجرام، انا مش كوتش، انا برنامج ما مش فاهم حاجه. كابتن مصطفى الجندي عمل عدتين بس. ها اليوم اللي بعده يلا يا كابتن مصطفى بال 105 3 عدات. يا ابني انا ما عملتش العدت، انا ما عملتش ال3 عدات بتوع الاسبوع اللي فات ولا بالظبط. المره اللي فاتت. اشرحها بقى للبروجرام دي بقى. ويفرض ما قدرتش هيضطر يشيل يعمل ايه؟ 105 اصلا. انا في يوم من الايام كنت هذا الشخص. كنت بعمل ايه؟ يلا بينا 105. اصل ده مكتوب في البروجرام. ويفرض ما قدرتش يشيل 105 اللي مكتوبه في البروجرام، يعني هو كاتب لي مثلا هي 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 اه اما اصل حاجه من الاثنين، يا اما يعمل عدتين برضه، يا اما وخلي بالك في حاجات بقى لسه هنتكلم فيها، انه ما عملش بقى الستاندردز للليفت، اللي هو ما نزلش ديبث، بالظبط. مم. مش عارف ايه. هتوصل مرحله، وده حصل لي برضه، يحصل لك اصابه. وده حصل لي فعلا وفي نفس البروجرام الاونلاين ده، ان انا قعدت اضغط على نفسي زي ما البروجرام بيقول. كان بروجرام بتاع واحد جامد جدا، مشهور جدا وقوي جدا، ومشيت عليه. وكان مطلوب كل ده يتعمل بيلتلس بدون حزام. فضلت ماشي 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 لحد ما وصلت 210 سكوات 4 عدات بيلتلس. مم. عملتهم سسبيشس كده، يعني الدبث 90 وتمام وبدون حزام و100 100 عظمه. الديد ليفت اتصبت في الديد ليفت. مم. الكوتش مهم جدا. الكوتش هو يعني اللي بيعمل، يعني في برامج فيها اوتو ريجوليشن، بس الكوتش هو اللي فعلا بيعمل لك فعلا الريجوليشن اللي انت محتاجه. وهو اللي شايف حالتك ويقدر يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، وهو يقول لك امتى نوقف. انا واحد من الناس، لو انا شفت واحد مثال يعني، انا اللي حاطط له مثلا ال 100 كيلو سكوات دي 3 عدات وعملها عدتين بس، اول حاجه لازم نعرف مشكله عملها عدتين ليه. ما قدرش يعمل التالتة هل دي. هو مش قادر؟ بس هل هو موضوع مش قادر؟ لو موضوع مش قادر وراح عمل عدتين بس، يبقى انا كوتش مش احسن حاجه، لان المفروض مم. انا شايف اللي قبليه. صح. فان انا اديك حاجه وانت رحت عملت عدتين بس، يبقى انا مش احسن حاجه. بس ما اظلمش نفسي برضه، ممكن هو يومه كان متعب، يومه كانش نايم كويس، ما كان بقى له فتره مش واكل كويس وما قاليش. في حاجات كتير جدا. خلي بالكم يا عشان جماعه، كده الناس العوامل. الناس بس اللي بتسمع، الفرق عدتين من ثلاثة عندهم غير الفرق عندنا من 9 ل 10. عشان بس نبقى عشان بس نبقى متفقين بس. اصل احنا ايه، واحد يجي يقول لك طب ما انا دلوقتي كنت بجيب 9 عدات، المره دي جبت 10 في الجيم، وبعد كده رجعت جبت 9 تاني. لا، احنا عندنا ده العده دي عادي جدا، يعني فاهم قصدي ايه الحته الاخرانيه دي. او جاب 14 عده، جاب 15، مش مشكله، لكن هو بالنسبه له العده دي لا، ده هو اصلا دي العده اللي بتعمل ستيمولس على جسمه اصلا. بالظبط بالظبط كده. بالظبط. هي الموضوع، صدقني كل ما كان في دقة وكل ما كان محكوم قوي، كل ما انت هتشوف نتائج احسن. وهو ده اللي بيفرق بين مش هقول لك المدرب الكويس والمدرب الوحش، بس هقول لك المدرب اللي واخد باله من كل حاجة، مم. ده اللي بيعمل نتائج. في بنت بتتمرن معايا بره، انا مش فاكر حكيت لك الموضوع ده ولا لا. الكوتشز في البلد دي، هي بلد اوروبيه، بيقولها هو انت بتعمل ايه؟ احنا عايزين نعرف انت بتعمل ايه. شوف الموضوع وصلت ايه، مع انه والله العظيم انا يا عم الاقل علما، انا لا مش لا لا عامل لا، حاجه مش ولا ما إيه، مش تقولش عامل. كده، بس احنا عندنا عقده الخواجه. انا مشاير ستوري امبارح اسمها عقده الخواجه. احنا عندنا دايما، والله العظيم عندنا دايما الخواجه هو اللي بيفهم. لكن كونك انك مصري او كده، لا، يبقى انت كده
يعني انت كده مش بتفهم، لا طبعا. مش كفايه. عندنا ناس اندر انا ريتد في عايز الفوتبول زيك انا عايز والله اقول لك حبيبي والله، انا عايز اقول لك العامل الرئيسي في التطور اللي هي عملته ما كانش البروجرامينج قد ما هو ان احنا فعلا مخلين بالنا حرفيا من كل حاجه بتعملها. انا جميل. عايز اقول لك ان البنت دي انا يوميا، طبعا بيفرق من اثليت لاثليت. الاثليت اللي هو بيهتم فعلا، بس انا اللي اديله حته ان هو خليه يعني، اقول له اهتم وانا معاك. بس في اثليت تاني تحس ان هم منفضين كده، تحس ان هو مش مهتم قوي. يعني مثلا تلاقي مثلا كابتن مصطفى الجندي، اقول له يا باشا ابعت لي مثلا الاكل وابعت لي كذا وابعت لي كذا وي 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 وي. بكره هو لقى بعده. مصطفى، مم. لقى ان هو بيتطور ولقى ان هو بيشيل، خلاص يا باشا ما همشي. مم. لا ده غلط. اللي انا طالبه منك يتعمل، لان هي كانت صح. ماشيه هتبقى ماشيه احسن. بالظبط. هتلاقي مثلا بدل ما ال 100 كيلو ثلاث عدات اللي طلعت عدتين، هتلاقي مثلا 100 كيلو ثلاث عدات طلع ار بي 6. جميل، حلو قوي. فعشان كده ده اللي بتكلم فيه، الحاجات البسيطه اللي الناس بتهملها دي اللي بتاثر جدا وبتفرق في يبقى ابطال اذا كده عالم عن الناس عاديين. جزئيه الفولو اب في التمبلت الجاهزه دي مفتقدينها. ودي من اهم من اهم النقط. زمان لما جيت دخلت الجيم، قالوا لي لازم، انا كنت بلعب جودو في الاول، فقالوا لي لازم تبقى قوي، فعشان تبقى قوي لازم تشتغل على عنصر ما اعرفش ساعتها العنصر ده كان اسمه ايه، قالوا لي اسمه الاسترنس، فايه، فانت لازم تجيب برنامج تمام. من على النت اسمه آه. سترونج 5 باي 5 5 في 5. تمام. طيب انا نزلت البرنامج، ادخل العب 5 مجاميع في 5 عدات ميليتري بريس، وسكوات، يا وبنش لهوي. بريس، وكان الميليتري بريس اللي هو الاوفر هيد بريس، وايه تاني، وديد ليفت، و5 في 5 ديد ليفت. وبقى ايه عشان يبقى ناصح بقى في البرنامج، فبيغير الاكسرسايز اوردرنج. يعني انت النهارده اه. السبت لعبت الديد ليفت الاول ثم السكوات ثم الميليتري بريس، لا هنخلي السكوات المره الجايه، بعدين هنخلي البنش بريس الاول كذا. طبعا انا عشان مش عايز ناكد اقول على لك. اكتر يعني. اه. طبعا هو بقى محدد لي الشده، وانا بقى عمال ادخل الكالكوليتر بقى. كنت ساعتها بقى بشيل بقى 50 كيلو سكوات بقى ايه، 5 عدات، فدخل يبقى اذا كذا، يبقى اذا المره الجايه اروح اشيل 45 كيلو كذا، والمره اللي بعدها المفروض اشيل 60 كيلو كذا. اشيل احط 60 مش راضي انزل بيها اصلا بنزل ما بطلعش، احط الكذا. التكنيكس كلها سيئه جدا. الميليتري بريس ما كنتش اعرف ان عندي ليميتد رينج اوف موشن في الشولدر الشمال، فبطلع اكمبنسيت الحركه يا معلم، وظهري بيوجعني، يبقى اكيد من ده الديد اصلا عايز ليفت اقول ما لك هو. الكومباينيشن دي اللي هو باك تلاقيه مات. اه. فايه واطلع ظهري بيوجعني، اسال الكابتن يقول لي ما هو عشان الديد ليفت ده تمرين قطنيه، فاهم قصدي، فطبيعي امم. ظهرك يوجع. امم. وايه انا بقى ايه يا باشا، شورت تورسو، لونج فيمر وتيبيا. تمام. فاوعى بقى ركبتك تعدي مشط رجلك، لا ده انت المفروض تلعب دعاء لو بار ما السفر. تلعبش. اه. ده انت المفروض تلعب لو بار ما تلعبش هاي بار. امم. تخيل بقى واحد زي بيلعب كونفنشن، فاهم انت بسم الله الرحمن الرحيم عشان تطلع لفوق. احنا فايه. لسه هنيجي لنقطه الفروق الفرديه دي، لسه هنتكلم فيها والليفرج. ايوه هو ده بقى اللي انا اقصده، الحته بتاعت التمبلتس دي مش بتراعي مين اللي بيلعب، هو طوله 180، عظمه عامل ازاي، جسمه عامل ازاي، التكنيكس بتاعته اخبارها ايه، هل عنده مشكله في الشولدر موبيليتي او البتاع. انا لونج ارم، فانا ساعتها شايف في البروجرامنج او اللي محطوط في سترونج ان لازم البار ينزل يعمل تاتش ويطلع تاني. فتخيل انا بنزل اعمل تاتش كل ده أم... واطلع اوكي. اوكي. بس فكنت بقول لك بقى ان انا لما نزلت التمبلت الجاهزه والكلام اللي زي ده كله، رحت للدكتور قال لي ريح وبتاع، خلاص قلت لا يا عم البرنامج ده بيجيب اصابات، اما اجرب برنامج تاني. طلع لي برنامج اسمه ايس كريم ما اعرفش ايه تاني، برضه نفس القصه، فاهم قصدي كله سترينز. اشتغل اشتغل اشتغل، لقيت نفسي بيحصل لي مشاكل، قلت بس خلاص يا عم انا في حاجه اسمها بيلت فور سترينز، انا مش قوي اصلا بطبيعتي، مش هينفع ان انا ابقى قوي. لا طلع الموضوع مش كده خالص. ابتديت من هنا ان انا ادخل واتعمق في موضوع الاصابات والمشاكل اللي بتيجي للناس والكلام اللي زي ده كله. طبعا الكلام ده من زمان جدا فوق ال10 سنين، لغايه لما اكتشفت ان فعلا اهميه ان وجود مدرب معاك فاهم في القصه دي. وطبعا في الوقت ده الكواليتي بتاعت المدربين اللي فاهمين مش موجوده، وقليله جدا جدا جدا، اذا كان احنا في الفتره الحاليه والموضوع لسه شائع، انت عارف كويس جدا. حتى عندكم في مجال الباور ليفتنج مش اي مدرب امم. شايل بار من على الارض 300 400 كيلو بقى فاهم في الموضوع القصه. بينحصر في خمسة ستة بالكتير قوي يعني. بالظبط.
وبعدين هو لاعب ممكن يبقى لاعب جامد جدا وارقامه كويسه جدا، لكن ما هوش مدرب شاطر، لان هو ما اتعاملش مع ناس كتيره وما يعرفش ان هو يتعامل مع الناس اصلا. فهو شاف طريقه واحده وصل بيها، فعايز كل الناس توصل بنفس الطريقه اللي هو وصل بيها. وده مش صح، او ده مش مناسب يعني. بس فكمل بقى النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها في موضوع البرامج الجاهزه والمدربين. تمام. فاول حاجه موضوع الاوتو ريجوليشن، زي ما قلت ان هو مثلا اخر حاجه ممكن تعمل لك في البروجرام، اللي شاف برامج قبل كده او تمبلتس، تلاقي مثلا كاتب لك اللي هي البرسنتج. انت قلت له مثلا الماكس سكواد بتاعي مثلا 200 كيلو، هو قال انت قلت له 200 كيلو، ويبدا بقى يقسم لك البرسنتج من 200 كيلو كذا. طب انا خلاص انا الماكس سكواد بتاعي بقى 210، تلاقيه اول ما تحط 210 قام مغير لك كل البرسنتجز، بقوا مثلا ايه، 105 كام عدى، 100 ومش عارفه كام، 200 وكام، مم. وهكذا. ده الاوتو ريجوليشن. لكن هتلاقي ان اي تمبلت بيتباع بيكون مثلا 12 اسبوع ولا وات ايفر. طبعا كلمه 12 اسبوع دي 3 شهور، انت فاهم يعني ايه تقدر تبريدكت 3 شهور؟ يا ابني 3 شهور مستحيل. دول ماتت ناس وحيت ناس. مم. يعني انت بتتكلم في ايه؟ فتلاقي مثلا تابلت 3 شهور ويا سلام على السيكونس اللي هو ماشي تك 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 لحد ما يوصل في الاخر. وبروجريس. اه. هنعمل وانر ماكس يا حلاوه. فممكن تظبط طبعا، يعني ممكن بنسبه 30% تظبط مع ناس، ما قلناش حاجه. بس بيكون يعني انا وجهه نظري بصوره شبه مستحيله ان يظبط مع اكتر من النسبه دي، لان انت ما تعرفش هل بيمر بايه، هل اداؤه عامل ازاي. يعني انا يعني بشوف حاجات ناخدها مقاسي بصراحه. خلينا نقسمها للناس بوينت بوينت. اول نقطه ممكن ما تبقاش مناسبه من ناحيه الريكفري. ايه مثلا اللي ممكن تشوفه في اللعيب فبالتالي البرنامج دوت ما ينفعوش من ناحيه الريكفري؟ بص هنبتدي باول حاجه خالص، ان اللاعب ده اصلا بيلعب بتكنيك كويس ولا لا. ابسط حاجه ان انت ما تتصابش. اصلا. يعني ده اول مبدئيا حاجه، انا. اول حاجه من عيوب البرامج التدريبيه الجاهزه دي هي عدم مراقبه التكنيك. ما فيش تمام. اصلا فورم بيتراقب. تاني حاجه الاكشوال نمبرز، يعني ايه؟ ودي نقطه مهمه جدا. مم. انا اي لاعب بيبدا معايا بيشترك معايا، بساله سؤال انا عايز اسمع منه هو الاول. بقول له انت قول لي يور ماكسز. يقول لي مثلا انا 200 كيلو سكوات، انا 120 بنش، انا مثلا ايه 230 ديد ليفت. جميل جدا. ابعت لي الفيديوهات دي. مم. تبص تلاقي ايه؟ يا اما صادق فعلا، يا اما بلح بالجنزبيل بقى. تلاقي لا الدنيا عامله ازاي. تلاقي ان السكوات نص ممكن مثلا ما انزلش في السكوات. تلاقي مثلا وهنا انا بشوف هل في فرق ان انا التكنيك بتاعه حلو ولا لا، وان هو عمل الستاندردز بتاعه الليفت ولا لا. يعني ايه الستاندردز بتاعه الليفت؟ يعني ان لو دي بطوله انا احسبها له. تمام. فهو يا باشا نزل دبث كويس وطلع بتكنيك زي الزفت، ما عنديش اي مشكله، محسوبه. دي بقى شغلتي بعد كده نظبط، بس مم. محسوبه. لا ما نزلش، يقول لك 200 كيلو بس هو نزل الكوارتر سكوات، يبقى ده ايه؟ بعمل له بقى حاجه انا بعملها له، هتلاقينا الناس اللي اتمرنت معايا عارفه، بعمل له الاستيميتد ليفت. انا شايف ان ممكن يعمل كام. مم. تمام. وانا ببدا ابني على ده. طبعا مش ببني على ده بناء على برسنتجز، بس انا بشوف بناء على الليفت اللي عملها دي، وقال لي 200 كيلو ونزل الكوارتر سكوات، بقول له استيميتد تقريبا بيبقى كام، وبكتبها له انه انت ما عملتش ال 200، وبفهمه عشان ما يعتقدش بقى ايه ان انا بحط رقم قليل عشان تقول لي انت عملت بروجرس. لا بقول له اهي، وفهمه ايه اللي حصل، بص عامل ايه عشان يبقى فاهم الدنيا هو ماشيه ازاي. اصلا لو نزل بال 200 ال... لتحت خالص مش هيطلع تاني اصلا. بالظبط كده، بالظبط مم. كده. وهي هنا بقى بتيجي الاستيميتد، ان هو مثلا قلت له مثلا مثال استيميتد 170، يبقى هتلاقي فعلا ال 170 لو نزل وطلع هتلاقي ار بي 10. مم. هي جميل. دي فعلا دي اخرك، دي اخرك. البنش بريس مثلا نفس القصه، الستاندرز انت نزلت عملت بوز ان شاء الله لو ثانيه، نزلت عملت بوز وطلعت وجسمك ثابت رجليك مش عارف ايه وهكذا، يبقى كده مكمل الستاندرز. الديد ليفت ان انت طلعت ومش نزلت وقمت بره فلت من ايدك ولا رميته على الارض، ان انت نزلت وطلعت وتمام اوكي ماشي. وهنا بقول له فانت لو حطيت الارقام دي اصلا صح في التمبلت، اللي هو اصلا التمبلت كله يعني مش صح، فاصلا لو انت اصلا بدايه، يعني بدايه قصيده كفر زي ما بيقولوا بدايه لو مم. انت حطيت الارقام دي صح، يبقى كده نقدر نتكلم. فتاني جميل. حاجه بعد الريكفري، الاكشوال نمبرز، هل الارقام دي اصلا صح ولا لا؟ مين اللي هيقول مم. لك الارقام دي صح ولا لا؟ الكوتش. المدرب اللي هيراقب الاداءات بينظم البرنامج مش الموضوع هيقول لك يعني. ده. انت هتقول له صح. 300 يقول لك امين، هتقول له 400 يقول لك امين. تمام. يبقى تاني حاجه الاكشن نمبرز.
تالت حاجه اللي هي حته الريكفري، اللي هي اللي هنتكلم عليها برضو، اللي هي الفاتيج مانجمنت. اللي هي اول حاجه ريكفري. التكنيك نفسه، التكنيك هيفرق معاك في الريكفري. يعني مم. في فرق بين الفاتيج مانجمنت في البروجرام نفسه. التكنيك نفسه، التكنيك هيسهل وهيحسن من الكواليتي بتاعت الليفت، وفي نفس الوقت ممكن ما يسهل عليك الليفت ويخليك تشيل اوزان اعلى، الاثنين. مم. وفي نفس الوقت هيخليك تريكفر احسن، لان انا مش هفتيج زي ما كنت شايل تكنيك سيء. عشان اشرحها جميل. برضه بسرعه، ان انا اشيل سكوات، مش بقول لك يعني مسطره انزل واطلع مسطره، بس انا انزل ببار باث كويس، غير ما انزل واطلع بيه جود مورنينج، انا كده عملت صح. فاتيج الله للظهر ينور كله عليك. تماما. مظبوط. حتى لو نفس الوزن، فانا هقعد ريكفر 3 4 ايام من السكوات اللي انا عملتها دي اللي طلع عيني فيها، غير ما انا مثلا اقعد يوم تاني يوم سكوات عادي تاني ولا في اي مشكله بنفس ممتاز. الوزن ونفس الشخص. صح. مش واحد تاني الابيلتي بتاعت الريكفري واو عادي، لا هو نفس الشخص. وهنا نرجع للحته اللي انت لسه قايلها. يجي الشخص، مش ممكن انا دي مش بتاعتي، مش ممكن انا مش I'm not built for this، اللعبه مم. دي مش بتاعتي يا جدعان. لا يا باشا، الموضوع مش بتاعك. مفيش حد اتولد عشان حاجه، انا في حاجه انا مقتنع بيها مليون في الميه: الادابتيشن. مم. حط انسان في اي وسط بيأدبت. مصطفى الجندي لو انا قلت له يا باشا بص انت عندك كام سنه روح العب لي جمباز، هيقعد يعاف ويتبهدل ويتمزق ويتفهم، بس في الاخر ادابت. هتلاقيه بس بعد 3 سنين ايه ده بيلعب. تخيل مصطفى الجندي بيلعب جمباز. مم. انا مدخول مش داخله دماغي ليه؟ he built for to adapt في اي حاجه. مم. فانا مقتنع جدا في المبدا ده. إيه كباور ليفتنج، اسهل سؤال الناس تساله لك يقول لك يا عم الناس بتستحمل الاوزان ده ظهرها ازاي؟ ده انت ممكن ده ممكن عظمك يتفشفش. هو ليترالي، وانت عارف ان في دراسات على ده، ان الكروس بالظبط. سكشن بتاع العظم وبتاع المصل بيحصل له بيتغير وبيأدبت على الأوزان اللي أنت شايلها، وبيلت بيبقى أقوى كمان وسترونج أكتر كمان من الشخص العادي. بالظبط. هيلاقوا الدنستي بتاعت البونز رهيبه جدا، انت ممكن تحط عليها اطنان ما يحصلهاش حاجه. هو خلاص بالظبط. جسمه ادابت والكالسيوم كله اتجمع في البونز والكلام ده كله. بس بعد سنين سنين، عشان الناس ما تفتكرش الادابتيشن ده من سيشن لسيشن ده. بالظبط. وده اللي عشان ما بيحصلش مع الاسترويد. مم. صح. دي نقطة مهمة جدا، عشان كده تلاقي معدل الانجريز أعلى. مم. معدل الانجريز أعلى للناس اسمها إيه؟ الناس اللي بتاخد بيدز. انهانسد. الانهانسد اثليتس. اون الاكشوال ويتس اللي هنحطها. وطبعا داخل مع ريكفري موضوع الفاتيج مانج بتاع البروجرام نفسه، واتكلمنا على التكنيك، وكمان الاكسرسايز سelection. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه؟ ان انا جاي لي 100 واحد يشتركوا معايا كلهم اديله نفس الاسطمبه. ده ما ينفعش طب. انا ممكن اعمل دي في حاله واحده بس، ان اي حد هيبتدي معايا هو ستيل بيجنر يعني اديله اي حاجه هيأدبت. فانا بعمل كده في الاول، ان انا اديله الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي باي حد ممكن يتمرنها عادي. وبالتالي هنا لما يأدبت ابدا اشوف بقى المشاكل فين، وابدا اشتغل عليها البلوك الجاي، البروجرام الجاي. طب ممكن نربط الكلمه بتاعت الاكسرسايز سيلكشن بالاكسسوارز اللي انت بتحطها في البرنامج؟ ان التمبلتس الجاهزه ديت بيتحط فيها اكسسوارز ثابته، لكن انا قدامك مصطفى، قدامك احمد، قدامك محمد. ممكن يبقى مصطفى عايز يشتغل على الكتف الجانبي عنده، احمد عايز يشتغل على الباي، عايز يشتغل على عضلات مساعده اكتر زي التراي او غيره. صح كده؟ فبالتالي انت كادرينو بالظبط. لما تيجي تحط في الجدول بتاعك هتلاقي الاكسسوارز مختلفه من شخص لشخص. ولا ايه رايك في القصه دي؟ بالظبط كده. انا متفق تماما مع ان في حاجه، ان في حاجات كده كده لازم. يعني مثلا كابتن مصطفى الجندي، مفيش حد عندك بيعمل بادي ريكومبوزيشن ولا حد بيخس ولا حد بيبني مصل ماس الا لما بتحط له بايسبس وكتف اكيد. صح. صح. اكيد طبعا. لان دي حاجه لازم هتعملها. مفيش ناس بتحط لهم كتف وناس ما بتحطلهمش، الا لو حد مثلا عنده انجري فبتورك اراوند الانجري بالظبط. او كده. لكن في حاجات اساسيه هتتحط لك. ان انا مثلا ابسط حاجه ان انا احط الناس معينه مثلا بايسبس مرتين في الاسبوع، ولا مثلا ترايسبس مرتين في الاسبوع، ولا كتف مثلا مره في الاسبوع. بس مره او مرتين بتختلف من الشخص. مم. انواع الاكسرسايزز بتختلف من الشخص. انواع السكندري موفمنت او السكندري ليفت بتعتمد من شخص لشخص. اللي مثلا مين اللي احط له جود مورنينج ومين اللي ما احطلوش، مين اللي احط له ار دي ال ومين اللي ما احطلوش، مين اللي احط جميل. له فاريشن مختلف من نفس الليفت اللي هي كومبيتيشن ليفت ومين اللي ما احطلوش.
مم. تمام. وكل ده بيجي برضه في حاجه برضه مهمه، معلش هطلع منها من لا النقطه لا لا، دي. عادي براحتك. ان انت ان انت لما تمشي مع كوتش معين هو بدأ يفهمك احسن واحسن واحسن واحسن، عشان في ناس عندها مشكله التنطيط بين الكوتشز برضه. تمام. مظبوط. انا دلوقتي بس في فرق يعني في ناس لازم تفرق حاجه، ان ادي فرصه. يعني اذا كان الكوتش اللي هو الانسان اللي بيفكر بياخد وقت عشان يفهمك، شوف بقى لما انت بتدي الاي اي بروجرام بقى ايه اعمل لي الكلام ده، فطبعا ده بياخد وقت. فانا مثلا لما دلوقتي اتمرنت مع كابتن مصطفى الجندي 3 شهور، كابتن مصطفى الجندي مستحيل هيفهم في كل حاجه ويجمع كل حاجه في 3 شهور. ده هو مم. لسه بادئ يفهمني، لسه بادئ يفهم يتعامل معايا ازاي وهيطور ايه الفتره الجايه وهنعمل ايه. انا مثلا معايا مثلا معايا ناس ما شاء الله بقى لهم سنتين ما معايا حتى هذه اللحظه، فانا عارف عارف بيفكر ازاي، عارف المشاكل اللي عنده، عارف الاولد انجري اللي كانت عنده، عارف الحاجات. وفي حاجات في الاول مثلا اخطأنا فيها فخلاص انا تداركت ده وعرفت ده مش شغال معاه، يعني فاهم قصدي. بقى خلاص كاني بتعامل مع نفسي. انت عايز تغير كوتش مفيش مشكله، وده شيء صحي جدا وهيلثي جدا. بس لازم تعرف امتى تعمله وتعمله ليه. صح. طيب ليه بقول النقطة دي؟ موضوع حتة إن الكوتش اتأكد إن هو فهمني الأول، الوقت اللي محتاجه الكوتش عشان يفهم ويقدر يظبط ويعمل. لأن في ناس تقول لك مثلا اتمرنت مع مصطفى الجندي والله ما حسيتش إن أنا اتطورت، لأن هو لسه بيفهمك، لسه بيظبط معاك الدنيا. اديله فرصة كافية، اديله فرصة كافية شفيعة إنه تقول الراجل ده لا، الراجل ده مش بصراحة اتمرنت معاه 6 شهور مثلا وما شفتش نتيجة. مفيش الحته كوتش ديت بيفهم. بدون قطع كلامك مهمه جدا. انا ممكن اجي دلوقتي اتمرن مع كابتن ادريانو 3 شهور، كابتن ادريانو لا التكنيكس بتاعتي مش مظبوطه، مش احسن حاجه، وانا مثلا بطلع بالسكواد بعمل شوتنج بالهيب جامد بقلبها جود مورنينج، الحاجات اللي زي ديت كلها. فقعد يشتغل معايا على الانكل موبيليتي والوضعيه بتاعه البار والبوزيشن وازاي اظبط البار باز وازاي مش عارف اطلع بايه الاول واعمل ايه، ويدخل التمارين دي كلها عبال ما ابتدت تظبط معايا. كنت انا خدت لي مثلا ال3 شهور ده بالاضافه للتمارين التانيه، فمش خطأ واحد في بالظبط. تمرين بالاضافه لتمارين تانيه. خلاص انا مستعجل، سبت كابتن ادريان ورحت لكابتن تاني. ما فكرتش ان انا اصلا اتعلمت مع ادريانو التكنيك. فلما رحت مع الكابتن التاني هو اشتغل معايا وانا جاهز، اتطورت في الاوزان. فبفتكر ان بالظبط. التطور من الكابتن التاني سين او عين. لا، هو انت نسيت انك اتعلمت الاداءات واتعلمت الحاجات ديت في الاول. فدي من النقط المهمه لانها بتحصل معايا حتى كمان. باجي الشخص اقعد اعلمه الاداءات واعلمه كذا كذا كذا، ولسه بقى هنبتدي بقى انه بروجريس، يقوم جاي ناطط لحاجه تانيه او ناطط لجدول تاني او رايح لمدرب تاني، فيفتكر ان هو اتطور على هناك. هو بينسى الستبس ابتدت ازاي او عملت ازاي. او يفتكر انه فهم. انا خلاص فهمت اللعبه، خلاص فهمت اه بالظبط كده. او التنطيط من البرنامج، يعني ايه مثلا، كنت انت تحط له برنامج في الاول، هو برنامج سيمبل جدا وبسيط مش معقد عشان يتطور عليه. ما اداليش البرنامج دوت، عقبال ما جه يتطور في التكنيك نقل على برنامج تاني بوش بول ليج. ايه ده البرنامج ده خرافي، ده انا اتطورت عليه جامد. انت مش اتطورتش عشان انت غيرت البرنامج او عشان البرنامج الخرافي، عشان هو ده وقت التطور المناسب ليك، هو اللي هنا هتحصل بالظبط. البوم بتاعتك. بس معلش بالظبط. قطعت كلامك، بس حبيت اوضحها اكتر من خلال ان انا يعني آه، عدى عليا نفس الحته دي لازم القصه دي تعمل بالظبط. ريل، الحته اللي فاتت دي لازم ريل. اكيد طبعا ان شاء الله. فدي من النقط المهمه جدا. كنت. في حته بشوفها كتير جدا في الجيمات، وحتى انا اتكلمت فيها مع كذا حد. مش هسألك الأول از سومو ديد ليفت شيتنج اور نوت مش هسألك. تمام. بس إيه، خلينا ناخد السياق بتاع، لأنها طبعا كانت ترند الفترة، بس خلينا ناخدها السياق. مين اللي يلعب سومو، مين اللي ما يلعبش سومو، هل شكل الجسم الاستراكشر بتاعي ممكن يختلف في طريقة تأديتي للديد ليفت، أو نوع الديد ليفت المناسب ليا ولا لا. وهتقول لي إيه تمام. سومو ديد ليفت شيتنج اور نوت. طيب اول حاجه هرد على سؤال سومو از تشيتنج اور نوت. سومو از نوت تشيتنج. تمام. سومو انا هو خلي بالك انت تسمع الكلام من واحد ما بيلعبش سومو أيوه يعني. يعني لو في حد هيقول لك تشيتنج فهيقول لك انا. أيوه فلا سومو از نوت تشيتنج. انا عايز اقول لك حاجه للناس اللي تعرفني، انا بشيل مثلا في الكونفنشنال انا خلاص يعني بقول مثلا بتكلم في 300 كونفنشن. تمام. ما شاء الله. انا عايز اقول لك سومو انا اكتر حاجه شلتها في حياتي كانت 215. إيه ده إزاي؟ مع ان ما هي دي اللي بكلمك. مم. الناس متخيله ان انا اوسع رجلي
فبدي مساحه ان انا مثلا اقدر اسync وسطي اكتر، فان انا مم. هطلع الوزن احسن. هو الكلام ثيوريتيكلي مظبوط مليون في المية، بس عمليا مش ده اللي بيحصل. وفي بقى حاجات كتير جدا متعلقه بالقصه دي. مم. اول حاجه، في يعني في كذا مره انا سمعت الحاجات دي من اثليتس بيلعبوا مثلا ليفت معينه، يقول لك انا اول ما دخلت اول ما دخلت الجيم، اول ما بدات العب لعبت السومو ولقيتها تمام، كنت مكمل عليها. فعايز اقول لك ان ممكن هو بس بدا ولقى الليفرج مناسبه لده، وهو حاسس ايه ده انا بعرف اشيلها كويس، قام مكمل عليها وبدا يطور فيها وبدا يشتغل فيها، والدنيا بقت تمام معاه. هل السومو والكونفنشنال يناسبوا اي حد؟ الاثنين يناسبوا اي حد، اه. الاثنين يناسبوا اي حد. اي حد ممكن يلعب كونفنشنال وسومو، اي حد ممكن يلعب كونفنشنال وسومو. كابتن مصطفى الجندي عنده لونج فيمر ولونج تابيا، هل ممكن يلعب كونفنشنال؟ ممكن يلعب كونفنشنال. ممكن يعمله باداء كويس؟ ممكن يعمله باداء كويس. هل ممكن يبقى السومو احسن؟ ممكن يبقى السومو احسن. هتلاقي كل الاسئله يس نو، يبقى مفيش نو، كله ممكن 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 ممكن. امال ايه المشكله؟ المشكله ان انت لازم تجرب. اللي احنا لازم نشوف هل في باي ميكانكس متفقه اكتر مع السوم او كونفنشنال. مظبوط مليون في الميه. هو ده بقى اللي بيدي ريكومنديشن في الاول. طيب، انا اقول لك انا بعمل ايه. اغلب الناس هتلاقي كل التيم بتاعهم، اغلب الناس ما بقولش حد معين، كل التيم بيلعب سومو. ليه؟ هو في دماغهم زي ما انت قلت ان هو اقصر رينج اوف موشن، اقصر مدى حركي، فده الاسهل، ده اللي هنشيل بيه اكتر. ده اللي يلا يا هشيل فيه ابني اوزان اكتر. كله يقلب سومو يا جدعان. تمام. وده مش صح. بص مثلا عندي في التيم هتلاقي في ناس بتلعب كونفنشن وناس بتلعب سومو، هتلاقي ولاد وبنات بيلعبوا كونفنشن وولاد وبنات بيلعبوا سومو، مش مثلا البنات سومو والولاد كونفنشن، لا لا لا. هتلاقي من ده وهتلاقي من ده. الموضوع بيعتمد في الاول الليفتر ده هل هو لسه بيبتدي، ولا هو متمرس في اللعبه الاول، يعني بدا يلعبها قبل ما يجي لي. لو بدا يلعبها قبل ما يجي لي، انا اقول له انت بتلعب ايه؟ بلعب كونفنشن. طب جميل جدا ممتاز. هل انت جربت سومو قبل كده؟ ما جربتش سومو. طب احنا هنلعب الاثنين، جميل. وهنبدا ان احنا نشتغل على الاثنين ونبروجرس في الاثنين، ونشوف اني احسن فيه. في ناس هم مقتنع داخليا انا احسن في الكونفنشنال، خلاص انا هفضل العب كونفنشنال. ايه ده انا جربت السومو اهو معاك اهو بقالي شهرين وبصراحه مش حاسس ان هو احسن حاجه. ده انت شاطر. لسه ما اتعلمتوش. مم. انت لسه ما اتعلمتوش. انت بقالك قد ايه بتلعب كونفنشن؟ انا اربع عايز اقول خمس لك انا واحد من سنين الناس. ومدي للسومو شهرين. بالظبط بالظبط. انت اولا السومو ديد ليفت او عامه الديد ليفت عامه فيري تكنيكال، او عامه الباور ليفتنج كلها فيري تكنيكال. فانت لازم فعلا زي ما بنسميها بالبلدي تقفش التكنيك او تقفش الحركه بتتعمل ازاي تماستر بالظبط، التكنيك. عشان بالظبط عشان تعملها مظبوط، وتعرف من اين تؤكل الكتف. انت بتعرف بتعملها صح ولا لا. مم. هنا والله لا. انا شلت مثلا 300 في الكونفنشنال، في السومو انا بعمل 270 بس. هنا نتكلم. انت مم. شلت رقم ممتاز. هنا نتكلم شوف اني احسن لك. وانا شفت ناس يعني ابطال عالم، ودي حاجات فرديه، حاجات غريبه، ما حدش يعمل كده يا جماعه اللي انا اقوله ده عشان ده مش صح. إيه، دخل محاوله برقم كبير جدا 350 ديد ليفت سومو، ما عرفش يشيلها. المحاوله اللي بعديها قام داخلها كونفرشن وشالها مم. في البطوله. متخيل؟ يبقى هو ده اذا كان جاهز بيقول لك بره حاجه. البطوله، هو مأدبت على الاثنين كويس جدا، بيتمرن عليهم هو وبيلعب. فعلا هو من الاداء بالظبط. بتاع الاثنين، بس عارف الجو ايه، زي قصتي كده. اللي هو اصلا كان بيلعب كونفرشن، بعد كده حولنا سومو، بقالنا مثلا 3 شهور بنلعب سومو وتمام وشغال معايا ممتاز و100 100. حصل لقطه كده في البطوله، بقول لك ايه، انا اللي هشيلها شغل صعايده بقى، مع مم. احترامي لاخواننا الصعايده كلهم حبايبنا يعني. انا هشيلها قام داخل بقى الثالثه، قام داخلها كونفنشال وشالها. ما شاء الله. مم. فهي ده اللي اذا كان بيقول لك حاجه بيوصل لك حته. هو مش موضوع سومو از تشيتنج ولا السومو اسهل. لو السومو اسهل كان كل الناس شالت سومو بكل بساطه مم. يعني. ولو الكونفنشنال يعني اسهل ولا هو احسن، كانت الناس كلها شالت كونفنشن. الفكره انت حاسس انك احسن في ايه؟ ايه اللي متوافق معاك فيه؟ ايه اللي انت حاسس ان انت احسن فيه؟ فالسومو مش تشيتنج. الباي ميكانكس طبعا بتختلف من شخص لشخص. انا اول ما اشوف كابتن مصطفى الجندي، اول ما شفت الحاجات دي، انا بقول ان سومو احسن ليه طبعا. بس ممكن فعلا هو مش قاعد نفضها، والراجل مش مرتاح فيه.
الراجل حتى لو موضوع نفسيا مش مبسوط، وانا بشيل حاسس ان انا فاتح رجلي كده على حوضي مفتوح على طول، مش حاسس ان انا مرتاح، مش عارف اتعلمه، مش عارف اديفلوب فورس فيه، مش عارف كذا، خلاص يا سيدي حول كونفنشن. ممكن تسميه مثلا هو استعجل، ممكن نسميها استعجل، ممكن يكون استعجل جدا مش مشكله. هل فيها مشكله ان هو خلاص يا سيدي وانا مش متفق مع السومو وخلاص انا عايز العب كونفنشن؟ لا طبعا، عادي يا باشا، جو اهيد. مم. وانا بعمل كده فعلا لما الاقي حد نفسيا حاولت معاه مره واثنين وهو لا مش موافق على السومو خالص وعايز يعمل كونفرشن، تمام. بس العكس لا، انا عمري ما اعمل العكس، يعني عمري ما يكون حد بيلعب سومو واقول له يلا حول لي كونفرشن هو، لا. بس انا دايما بحاول اسهل، لان انا مقتنع زي ما انت قلت في الاول ان السومو ك رينج اوف موشن وكاداء يعتبر شكله اسهل من الكونفنشن. مم. فانا لو حد جاي لي من بيئه الكونفنشن ممكن اخليه يحول سومو، او تعالى نجرب السومو. لو حد جاي لي من بيئه السومو ما خلوش يحول كونفنشن، خليه يحول كونفنشن ليه؟ يبقى هيبقى اصعب عليه شويه. مم. ليه؟ ملهاش لازمه اصلا، ما انت بتعمل اللي هو المفروض انت بتوافق معاك فيه، وان ده المفروض يعتبر اسهل شويه، وجو اهيد خلاص تمام. لكن ممكن اعمل ايه؟ ادخله له كفاريشن، يعني حتى احمد السروجي انت عارفه، اه احمد طبعا. السروجي انا بدخل له ساعات الكونفنشنال كفاريشن، مع ان ممكن برضه في فتره بدخل له مثلا رومانيان ديد ليفت. بس هو الليفرج بتاعته حتى في الكونفنشن ممتازه جدا. بس انهي اللي بيعرف يبرفورم فيه احسن وانهي اللي هو متمكن السومو. فيه اكتر؟ السومو. مم. تمام. طبعا بس لان برضه احمد كمان اه من مع الاستراكشر بتاع جسمه ان هو دراعاته طويله ونفس القصه زي كده لونج فيمر او بتاع، فبالنسبه له الميكانيكس اصلا متناغمه جدا مع الحركه بتاعت السومو. فاهم بالظبط كده، قصدي؟ م. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب طبعا يبقى في اذا حاجات في اتفضل. الاداءات، طبعا في حاجات في الاداءات ان احنا بنحاول نصلح حاجات في التكنيك بحيث ان هو يتوافق تماما مع الليفرج او البايوميكانكس بتاعته، بحيث ان احنا نقدر نبرفورم الحركه احسن بطريقه اسهل ومور افيشنت، زي ما اتفقنا في الاول لما كنا بنتكلم على موضوع الناس اللي بتلعب سكوات والبار باث تمام كده ستريت كايند اوف ستريت، والناس اللي بتاخد البار بيطلعوا كانه جود مورنينج، الاثنين شالوا، الاثنين ابروفد، والاثنين محاوله صحيحه. بس في النهايه اللي بيعمل حركه اسهل، وده على فكره نقطه اختلافي مع حسام حسن دايما. م. حسام حسن دي نقطه اختلافي مع، اتمنى يكون سامع بودكاست حسام حسن عشان هاجي ازعلك. هو البودكاست الحلقه اللي قبلك على طول. اه دايما اختلافي معاه في النقطه دي. طبعا هو مش متفق تمام، يعني نتكلم بجديه، هو حسام مش بيقولش يا عم لا العب العب جود مورنينج سكواد جود مورنينج، هو ما بيقولش كده. بس حسام عنده فكره والفكره دي صحيحه، بس انا بشوفها مش صحيحه مليون في الميه. ان اللي هي انت ايه بقى؟ جسمك هيأدابت، اللي هي جسمك هيأدابت على اللي انت بتعمله، جسمك اتعود على السباين فليكش سباين فليكشن، تمام يا باشا كمل كده، جسمك هيأدابت على كده ومش هتتصاب. حسام بيتكلم من ناحيه اصابه بس، كلامه صح طبعا 100%. بس هل انا كباور ليفتنج هل ده ايديال بالنسبه لي؟ م. هل دي ذا موست efficient way، اكتر طريقه ملائمه او مناسبه ان اقدر اشيل بيها الوزن؟ الاجابه م. لا. زي ما كنت لسه بشرح بالمثال، المثال ده توضيحي مش اكتر، ان واحد بيعمل سكوات وبيطلع تمام كده، واحد بيعمل سكوات بيطلع ايه جود مورنينج. طبعا الجود مورنينج بيعاني. لو هنتكلم، طبعا دي شغلتك بقى بتاعتك، هنتكلم كالماس والمومنت والمومنت المومنت اوف ارم، ار. كميه مومنت على الهيب جوينت اعلى بكتير. ال 100 كيلو سوري ال 200 كيلو سكوات اللي طلع بيها جود مورنينج دي تعادل 230 كيلو مثلا. يعني انا لانه عمل ضيعت شوتنج 30 كيلو. لانه الناس برضو اللي مش فاهمه، هو مثلا انا طالع سكوات كده، هو عمل شوتنج للهيب، هفترض ان ده الهيب. فلما انا عملت شوتنج للهيب كده، بعدت المسافه ما بين المفصل وما بين خط المقاومه، فزاد المومنت اوف ارم، فبالتالي كأن زاد التورك او زاد الحمل اللي على الهيب. عشان كده كابتن ادريانو قال من شويه في الجزء الاولاني هيحصل لك فتيجه على لور باك نتيجه الهيب شوتنج دوت، فهتقعد تريكفر منه كذا يوم. فده فعلا شيء منطقي او طبيعي يعني. بالظبط كده، وبلس ان كاني بالظبط ان انا زودت التورك، كاني بالظبط انا شلت وزن اعلى. انا زودت التورك كاني شلت وزن اعلى، فانا كان ممكن باداء احسن من ده، اداء اصح من ده، كان ممكن ان انا اشيل بدل 200 كان ممكن اشيل 230. امم. تمام. فهي بس دي كانت نقطه الكلام بيني وبين حسام يعني. ونفس الكلام طبعا في الديد ليفت، ونفس الكلام في البنش زي ما اتفقنا. خليني اوصل لنقطه جميله جدا، المنطقه الرماديه كده اللي ما بينكم وما بين بعض.
مم. كلنا بنجري، كلنا بنقدر نعمل تكنيكس مختلفة، وكلنا ممكن التكنيكس ديت نشوفها مناسبة أو غير مناسبة، لكن مش شرط تبقى صح أو غلط. اتفقنا؟ بالظبط. ولكن في تكنيكس هتخليك تستهلك باور أقل وتشيل أوزان أعلى. هي دي الفرق. بالظبط يعني انا كده. كلنا هنجري، لكن يوسين بولت لما كان بيعمل سبرنت 100 متر كان ليه سوينج معين او طريقه جري معينه هي اللي بتخليه يقطع مسافات اكتر، او هي اللي بتخليه يقدر ان هو يوصل اسرع. نفس القصه، هو التكنيك اللي انت لعبت بيه صح، والتكنيك اللي عمله حسام وعمل سباينال فليكشن وراوند مش عارف ايه والكلام ده كله صح ومناسب، مش غلط. ولكن التكنيك بتاعتك كميكانكس ممكن يحط حمل اقل على الجوينتس فيخليك تشيل اوزان اكتر. فاهم قصدي؟ التكنيكس التاني بتاعه ممكن يخليه يكمبنسيت الحركه فيشيل نفس الوزن. هنشوف من اكتر الالعاب اللي ممكن تهتم كمان بالتكنيكس اكتر منكم كمان هي الاولمبيك ويت ليفت. ضربة البار في وسطه علشان يشيل الوزن ويطلع بجسمه ويسبق ينزل الحاجات البار. آه، مهم جدا جدا بالنسبه له. التكنيكس اهم من اي حد تاني علشان يقدر يشيل الوزن ده بالظبط. كله. هو احرص واحد ان هو بالظبط. يشيل الوزن ده بشكل اكسبلوسيف، بدون ما يخلي جسمه ايه، يضيع جزء من الباور في ان هو بيشيل الوزن. ده النقطة الأولانية. النقطة التانية نفس المثال على الأولمبيك ويت ليفتنج اللي هو اللي بيأيد حسام، لما يجي بقى يشيل البار وتبتدي بقى رجليه تخش لجوه علشان خاطر يساعد جسمه إن هو يطلع من قدام، فجسمه بيكمبنسيت الحركة. فإحنا جمعنا ما بين المهارة، السكيل في أول الحركة، والجزئية التانية إن جسمك بيحاول يأدبت عشان يكمل الحركة بأي طريقة. بالظبط كده. بس فالطريقتين الاتنين صح يعني مناسبين. فهنوصل للكونكلوجن في الاخر ان لا، صوم از نوت شيتنج. مم. اعمل اللي انت حاسس ان انت مرتاح فيه. وانا مش ضد ان انت تحاول تجرب حاجه جديده. يعني انت بتلعب كونفنشن مرتاح فيه وقوي فيه، اشتغل عليه وطور منه، ومع نفس الوقت يا سيدي حاول تجرب السومو كده ايه، واحده واحده كده جرب فيه. انت بتلعب سومو وتمام فيه، ما بقولكش حاول كونفنشن، مش عايزك تحاول كونفنشن اصلا، انت تمام. بس عايزك تدخل كده الكونفنشن ايه كفاريشن، بحيث ان انت تفهم الحركه اكتر، وان انت ايه تقوى كفاريشن مش اكتر يعني. حتى مش عايزك تزود فيها، بس ايه دخلها كده بسيطه يعني. طيب بما اننا معلش كان بنتكلم عن الديد ليفت والسكوات، بسمع كتير جدا كلمه بريسنج فيهم، او بنسمع كتير جدا كلمه بريسنج وانك لازم تشد عضلات الكور والحاجات اللي زي ديت كلها. احنا فاضل الجزء الثاني قرب يخلص في الوقت تمام. تشد عضلات تمام. الكور، وانك لازم تلبس حزام علشان تحمي نفسك وتقي نفسك من الاصابات والكلام اللي زي ده كله. وضح لنا الجزئيه ديت، يعني ايه بريسنج طيب. وايه فايده الحزام في الاخر بعد ما نفهم البريسنج. اول حاجه البريسنج بكل بساطه شرحه بسيط جدا، ان انا زي تحت الدايفرام، او خليني اشرح اللي هو تحت المعده، لازم بتكون بتتحول لبريشر تانك. يعني ايه؟ بحاول ان انا باخد نفس، والنفس ده طبعا هو مش حرفيا بيخش في المعده، بس بتخيل كأن النفس ده داخل في المعده، وان انا بقدر اشد بطني كأني بنفخها. ده بحاول ان انا بعادل الضغط من جوه الجسم للي داخل، اللي بره، اللي جاي عليا من بره الجسم. فانا دلوقتي لما اكون شايل مثلا وزن تقيل سكوات او هكذا، وان انا بحاول انزل، ده بيولد على ضغط عليا. الضغط ده عايز يكون لابسني، عايز يفعصني، عايز يكرشني. تمام. فانا بحاول اكون شادد نفسي من جوه، وان انا عامل زي البالونه عشان الوزن ده ما ياثرش عليا من بره. وبالتالي ان انا بقدر احافظ على السباين بتاعي ما يحصلهاش اي انجري، وفي نفس الوقت بحافظ على الكور ستابيليتي. هل ده ممكن يتم من غير حزام؟ طبعا ممكن بيتم بدون حزام. حتى كي كي اللي هو الاشهر من اشهر باور ليفترز في العالم، كان روسي، كان بيعمل ده من غير حزام، وكان يقول لك this is my belt، كان شعر بطنه كده this is my belt. بس الموضوع مش بالسهوله دي ان انت تقدر تديفلوب كور بهذه القوه، ان انت تقدر تعمل ده بدون حزام. بس الحزام بيساعدك اكتر ان انت مع السكور سترينث دي، ان انا اقدر اخليها ان سيف واي. بمعنى ايه؟ وظيفه الحزام وظيفه الحزام ان انا بخلي الحزام بيزنق الكوع فيه، بحيث ان انا احافظ على السباين ستابيليتي. بالتالي ان انا حتى لو الكوع عندي قوي ان انا بخليه يفضل ان فانا دلوقتي لما بكون لابس الحزام، بيكون الكوع عندي
مشدود، وبالتالي الحزام بيأمن لي الكور ده اكتر، فبقدر ان انا بكل بساطه ان انا ازنق مع البريسنج، ازنق بطني وازنق عضلات الظهر في الحزام، فبيحافظ اكتر على الكور ستابيليتي. انا بعمل ده من غير حزام عادي، بس بالحزام ده بيأمن لي اكتر وبيديلي مور ستابيليتي عن العادي. في حاجات تانية ممكن استخدمها من الحزام دلوقتي. دي نقطة البريسنج، انا لسه هخش على الحزام بعد كده ارجع للبريسنج تاني. الحزام في ناس تستخدمه استخدامات تانية زي الهيفي ليفترز اللي بيكون اكيد شفتها في الويت ليفتنج، اللي بيكون عندهم بطن، بتلاقي الحزام كده طالع على البطن والحزام تحت البطن دي. الحزام ده بيكون مدي البطن عامله زي المخده، فهو بينزل في السكوات بيديله سبورت من تحت مع البطن دي، بيديله سبورت من تحت، وبالتالي بيطلع بصوره اسهل بكتير جدا من اي ليفتر عادي. هتلاقي مثلا باور ليفتر، خلينا نتكلم عن الباور ليفترز هم الفيري لين، واحد زي جون هاك. جون هاك اللي بينزل في سكوات وهو طالع هو قوي جدا بس طالع بيعاني ليه؟ لان هو فيري لين، ما عندوش البطن دي. تلاقي اي مثلا ويت ليفتر ولا حد مثلا من الهيفي السوبر هيفي ويتس باور ليفتر اللي عنده بطن كبيره ده، هتلاقيه بينزل ويطلع حلاوه، مفيش اي مشكله. مم. ليه؟ بيحط الحزام تحت البطن دي. دي نقطه الحزام. في الديد ليفت هنا بيقلب بقى الموضوع بخبره عن عكس شويه. الناس اللي عندهم اللي سوبر هيفي ويت او الناس اللي هيفي ويت عامه، لما بيزنقوا الحزام في الديد ليفت قوي بيبوظ له الحركه مش بيحسنها. لان انت لما بتيجي تنزل تجيب البار في الديد ليفت بتكون عايز بطنك تاخد مساحه عشان تعرف تجيب البار اصلا. فلما انت مم. تكون قافل الحزام على الاخر انت مش مدي البار ده ومش مدي مسافه ان انت تعمل بريسنج كويس، وبالتالي الحركه ما بتكونش افيشنت، وممكن تلاقي ظهر راوند كمان. انا واحد من الناس لما بدات، يعني انا حاليا بدات انزل وزني، لما وزني كان اعلى حاجه وصلت لها كنت باخد الحزام على الاخر خالص بحيث كاني مش لابسه، بحيث ان لما انزل واقدر ابريس في مساحه لبطني انها تنزل، وبالتالي بطلع بسهوله وشادد نفسي وكل حاجه تمام، عشان بطني تاخد مساحه في الديد ليفت. عكس السكوات، السكوات انا بقفل الحزام على الاخر عشان يفضل مديني الكور ستابيليتي، وبالتالي لما انزل واطلع في السكوات بيكون الحزام هو كانه حاضني كانه ماسكني. جميل جدا. دي نقطه الحزام، والنقطه دي مهمه جدا. الحزام تاني. بالنسبه للبنش بريس هنا بتختلف. اغلب اللايت ليفترز المفروض ما يستخدموش حزام، اغلبهم، لان انت ما عندكش الكور ان انت المفروض حاجه تمسكه اصلا، لان البنش بس ما فيش حاجه متولده عمودي على العمود الفقري. يعني العمود الفقري عندي كده كاكسيال لود، ان انا مم. امسك السباين، مش محتاج اعمل ده. كل الموضوع انت اعمل التنشن، بادي تنشن تمام، خد الليج درايف تمام، والبار كله محمل على محمل على الجذع العلوي كله، مش محتاج انت الموضوع ده. لكن الهيفي ليفترز بيلبسوا الحزام عشان بيديهم ادفانتج شويه، ان ممكن بيعلي البطن سنه، فبيخلي كأن البطن مساحه انها تقدر البار ينزل عليها ويقدر ايه، يقدر يزق البار يرفع. اكتر. مم. تمام. طبعا في لايت ليفترز بيلبسوا الحزام في البنش عشان ما بيحسوا كده ان هو كده ستيبل، وان هو حاسس ان هو ماسكني احسن. يا باشا جو اهيد، طالما انت حاسس الاحساس ده جو اهيد، بس ليه ديس ادفانتج حاول تتجنبها، انه بيقلل الارش. لان انت لما بتمسك الحزام، لو خصوصا لو انت لايت ليفتر، لما حزام بتكون انت لايت وما عندكش دهون او كور كبير، بيكون ماسك وانت لين، بيكون ماسك عليك بالظبط، فانت بيبقى مش عارف تعمل قرش، مم. بيضايقك من انت ظهرك. كانك حته خشبه مم. بالظبط كده. نرجع تاني لنقطه البريسنج. نقطه البريسنج، البريسنج انا واحد من الناس بعتمد طريقه في كل الليفتس نفس جامد، واعمل بريسنج اكتر بريسنج تقدر عليه في كل الليفتس، سواء السكوات سواء البنش سواء الديد ليفت. طيب في ناس بتعتمد ايه، وخصوصا السومو ديد ليفت، بياخد نفس بسيط ويعمل بريسنج بسيط. ليه؟ عشان هو لما بيعمل ده ما بيدلوش الستيفنس الرهيب، وان بطنه تكون كبيره حتى لو هو لين اثليت، عشان يقدر يدخل وسطه اكتر ويقدر يبقى ابرايت على قد ما يقدر. بس الموضوع ده الاكسبيرينس ليفترز، مش اي حد يعمل حركه زي كده، مم. والا محتاج ممكن سكيل. يحصل له اصابه او حاجه. مم. بالظبط. فعشان كده لاي حد بيلعب باور ليفتنج بيتفرج عليا، ما تعملش ده. ده انا بشرحه لك بس، ما تعملوش الا لو انت عندك خبره فعلا وعمال وبتلعب بقالك فتره ممكن تجرب، والا ممكن يحصل لك اصابه لان انت مش عامل بريسنج كويس او انت مش فاهم الفكره بتتم ازاي، فممكن تتصاب هنا. تمام. لدرجه ان واحد زي يوري بيلكن لاعب روسي، هو بيلعب اصلا من غير حزام، بيلعب السومو ديد ليفت من غير حزام. هو بيبقى اولموست ابرايت، يعني معوج سنه بسيطه كده،
بينزل ويطلع من غير حزام، هو اصلا بيشوف الحزام ده حاجه بتحجمه او حاجه بتضايقه م. بس. طيب كويس جدا، وضحت جزئيه الكور. يعني انا ممكن اقول ان انا هاخد النفس من الفم وازق جدار المعده لبره كأن حد يخبطني فيها بوكس، بنزل السكوات بتاعي او بنزل الديد ليفت بتاعي بطلعها، وبعدين بعد كده يبقى انا كده خلصت العده بتاعتي. لو انا هعمل اكتر تمام. من كذا عده، اربعه او خمسه، بتفضل التنفس بتاعها بيبقى عامل ازاي في البريسنج؟ يعني تنزل تريح البار تاخد العده من تحت تاني، ولا لما هتخبطهم الاربعه ورا بعض هتفضل كاتم نفسك؟ تمام احنا كنا. كنا بنتكلم في جزئية البريسنج. انا عرفنا لما اجي اعمل مثلا 1 ريب ماكس هعرف اعمل بريسنج ازاي. طيب لو انا بعمل عدات مثلا قليلة زي اربع ست عدات، هيبقى تمام. الطريقة عندي عاملة ازاي، والنفس ما بين العدات وبعضها مثلا في السكوات او في الديد ليفت؟ تمام احنا زي ما اتفقنا، عامه الباور ليفتنج كتكنيك والتفاصيل كتير جدا، فلازم نكون مركزين في الحاجات دي. من الحاجات اللي انا بعتمدها واللي لاحظت فيها انها بتبريك التكنيك وانها بتبوظ الباترن بتاع اي ليفت، ان الشخص بيكون مستعجل انه كانه عنده هوم ورك وعايز يخلصه. انا دلوقتي عندي مثلا الكوتش كاتب لي 10 عدات، الكوتش كاتب لي 6 عدات، هتلاقيه في السكوات تك 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 كانه بيلعب بادي بيلدينج. طبعا مع احترامي البادي بيلدينج يعني، بس الفكره كلها ان انت الكلام ده اللي هيتم مثلا ب 70 كيلو. طبعا بالنسبه لشخص مثلا بيشيل 200 كيلو يعني 70 كيلو 80 كيلو. لكن انا لو طالب منك تعد ب 150 كيلو، الموضوع مش بهذه السهوله. فكل عده انا عايزها كانها 1 ريب ماكس، لو ده هيوصل لك اللي انا عايزه. كل مم. عده كانها عايزه، يعني اعمل ايه؟ اعمل بالظبط المطلوب مني ان انا مثلا اخد نفس، اعمل بريسنج كويس واشد جسمي كويس، عشان دي نقطه بتغيب على ناس كتير جدا نسينا اتكلم فيها. ان انا بعد النفس والبريسنج ده مش خلاص وانزل، لان في ناس عامله ازاي كانها بتغطس يقوم نازل. مم. لا، ده غلط جدا، لان دي كده انت ما عملتش حاجه. لو انا خدت نفس ونزلت انت جاست يو بروتكتنج يور سباين ذاتس ات. لا، انا عايز اخد نفس واعمل بريسنج واشد جسمي كويس جدا بعد ده. وطبعا في ناس مدربين ليهم اراء تانية زي صديقي كابتن محمود بهاء، يقول لي لا انا شايف احسن ان انا اشد جسمي الاول، يعني اخد نفس واشد جسمي الاول بعدين اعمل بريسنج. مفيش مشكله، بس انا ما ب... يعني مش بفضل ده، انا بفضل العكس، ان انا اخد نفس واعمل بريسنج بعد كده اشد جسمي الاول واعمل وانزل. نزلت العده الاولى، طلعت تاني، نفس، بريس، شد، انزل، وهكذا. هتلاقي ان انت خلصت الست عدات بتوعك والتكنيك ما حصلوش اي بريكنج ان. الاول عده زي اخر عده، اولموست زي اخر عده، ما حصلش شوتنج للهيب، ما حصلش اي مشكله، وتمام. العكس بقى بيحصل ايه؟ خدت ستة ورا بعض، حتى لو انت عندك الاسترينث، وفي ناس عندها الاسترينث عادي جدا، انا ممكن اعمل كده، اخد ال 150 كيلو تك 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 عادي، هتلاقي الاخر عدة دي يعني جسمك مفكوك، الهيب ممكن كارديو. يشوت، ظهرك كارديو. بيتني. بالظبط. ومش بس كده، في حاجة مهمة جدا بقى بتغفل على ناس كتير. كتير جدا من الناس بيبص للعدات على انها هايبرتروفي. ممتاز وصح مليون في المية، بس في حاجة أهم من ده بكتير: براكتسنج. ان انا العدات دي بخليها براكتسنج. لو انت عملت الاسلوب ده اللي هو بعد وخلاص، انت مش بتبراكتس، انت بتعد. فرق كبير جدا من الاثنين. انا خدت ال 150 كيلو، اخد نفس وانزل، اطلع، اخد نفس وانزل واطلع، اخد نفس وانزل واطلع. كده انت مش بتبراكتس، انت كده بتعد. لو قلت لك يلا بال 200 كيلو مش هتعمل عده، او يا سيدي تعمل عده بالعافيه، والتكنيك هيبريك ان في النص لان انت مش متعود ان انت لكن ان انا ابراكتس ازاي؟ ان انا كاني كل عده 1 ريب ماكس، فانا اخد نفس، اشد نفسي وانزل واطلع واعد تاني. حتى في حاجه مهمه، مش بس التكنيك مش هيبريك ان، في حاجات تانية بتاخدها في الاعتبار مع تقدمك كليفت. هتلاحظها ان انت حتى ساعات البار بوزيشن على كتفك بيتغير، مثلا في السكوات انت نزلت وطلعت ممكن يفك منك مثلا بعد العده الثالثه، لا تقوم انت مظبطه تاني، مظبط الدنيا، فتحس ان انت اول عده زي اخر عده حرفيا. ده بس جاست مثال بسيط مثلا في السكوات. تعال ناخد مثلا مثال الديد ليفت. الديد ليفت اغلب الناس اعتقد، شفت انت الموضوع كتير، هتلاقي في الديد ليفت مثلا الماكس بتاعته 200، هتلاقي ماسك ال 160 كيلو، ينزل يخبط في الارض ويطلع، ينزل يخبط في الارض ويطلع، ينزل يخبط في الارض ويطلع، ينزل يخبط في الارض ويطلع. انت حرفيا كارتداد البار في الارض، انت كده قللت من الحمل على من اللود على البار. ليه؟
خبطه البار في الارض دي عملت رد فعل. رد الفعل ده شال من اللود، ساعدني لانها مساعده زي ترامبولين. فانا بدل ما انا شلت اول عده بس اللي كانت 160 كيلو، تاني عده وتالت عده لحد ما الست عدات خلصوا ما كانوش 160 كيلو، دي كانت مثلا 135. لان انت تحريك عمال البار تاخد من الارض الثبات، تحريك البار من الثبات غير تحريكه من الحركه ذات نفسها. بالظبط. فتلاقيه امم. عمال يقول لك انا عملت، انا كنت بعمل عده بال 200 كيلو، بقيت بعمل ست عدات بال 190. بس دول مش 190. هتلاقيك تعالى اعمل عده كده بال 210 مش هتعرف. امم. لان هو كذا حاجه فقدها في القصه دي. اللي فهم بقى اللي انا اتكلمت فيه من شويه على السكوات والبريسنج هيفهم ايه الاخطاء اللي حصلت هنا. الخطا الاولاني ان انت ما كانش عندك مبدا البراكتسنج. يعني ايه براكتسنج؟ ان انا متعود البار من الديد ستوب، البار على الارض، ان انا اديفلوب تكنيك ان انا اخد البار من الارض واطلع. دي مش عنده. هو بياخد البار ويطلع، يخبط البار يخبط ويطلع. دي اول حاجه. عشان كده اغلب الناس دي هتلاقي عندهم مشكله ان اول عد اصعب عد والباقي كله سهل. يقول لك انا بعد العده الاولى تمام، لان انت التكنيك عندك مش تمام. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، بيكون عندك ان انت العدات انت مش بتقدر، التكنيك عمال يبريك ان كل شويه، مش قادر تظبط الموضوع. والحاجه الاخيره موضوع البريثنج والبريسنج. هو بقى خلاص مش بيركز، مش كل شويه عمال زي ما قلت لك في السكوات ياخد نفس ويبريس، لا. هو خلاص بقى بيخبط الارض وياخد نفس وينزل، زي ما كنت بحكي لك في الاول. هو ايه؟ ياخد نفس ويغطس، ياخد نفس ويغطس. ولا بيشد جسمه ولا بيبريس. هو لان جسمه مشدود، ما انت الويت في ايدك، جسمك اوريدي مشدود خلاص. فانت مبدا البراكتسنج مش موجود. وفي نفس الوقت ان انت ما عندكش الديد ستوب ليفت ما اتعودتش عليه. فلازم ان انا افكر في عدات ان انا مش بس ان انا بعمل هايبرتروفي، لا، ان انا كمان ببراكتس كانها وان ريب ماكس. دي اهم حاجه عندي. طيب جميل جدا. طب وبالنسبه للبنش بريس مثلا، بنش بريس هل بتفضل ان هو طيب. يعمل انهيل واكسيل وكده، ولا بيعمل برضو بريسنج طيب ويكتم نفسه؟ هنتكلم في عده واحده والعدات، عشان كل ليفت بتختلف في الموضوع. عدة واحدة اتفقنا في خ- الأول إن هي بريسنج مرة واحدة، أصل هي مرة واحدة وشايل أتقل وزن ممكن في بالظبط الموضوع. كده، بالظبط كده. البنش بريس بالذات تكنيكال جدا في الموضوع ده. البنش بريس بالذات ليه؟ مم. لان انت البريسنج بيحصل في البطن، ولو اي حاجه انت ممكن جسمك يفك. بمعنى ايه؟ ان انت ما يكون جسمك محمل كله على البنش، البار لو انت جسمك فك البار هينزل يغطس، مش هيطلع تاني. مم. لازم جسمك يفضل تايت على البنش. لكن انا ما يكون جسمي في الهواء في السكوات مثلا، حتى يا سيدي لو انا طلعت نفس واخد جسمي شويه اخد نفس وادي جسمي تاني مثلا، لما مثلا مع الاوزان السيمي هافي يعني، ماشي. لكن في البنش ده مش هيحصل. انت بنش انا بفضل فيه النفس البسيط جدا. يعني يفضل جسمك مشدود وتاخد نفس بسيط، اللي هو تاخد نفس تدخله تاني، تاخد نفس تدخله تاني. لكن النفس اللي هو وتسيب جسمك خالص ده، انت كده فقدت التنشن تماما في جسمك ومش هتكمل. وبقيه العدات هتعملها بس انت بقى عمال ايه؟ كانك شغال ماشين، شغال شيست بريس ماشين، عمال تزق مم. وخلاص. ومفيش اداء بجنيه. فانت لازم تكون محافظ على التنشن في جسمك كله ويفضل جسمك مشدود. حتى تعرفها ازاي؟ بص على الليفتر هتلاقي بطنه ما بتتحركش كتير، هتلاقي بطنه عماله مثلا تعمل كده، ده تعرف انه بياخد نفس كويس في البنش. اللي تلاقي بطنه عماله تعمل كده في البنش ده بينهج. وجسمه اه مع التكنيك عمال يبريك ان، هتلاقي اول عده القرش عظمه. بعد كده القرش عمال يغطس 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 لحد اخر عده بقى فلات، بقى فلات على البنش. رجله فقد كل بيرفرف التنشن. تلاقي رجله اه بترفرف. فقد كل التنشن في البنش. ليه؟ مم. خلاص كل شويه جسمه عمال يفك شويه، كل جسمه عمال يفك شويه. فهمت الفكره؟ ده بالنسبه للبنش. فعشان كده في العدات انا احب النفس البسيط اللي هو بس مش اكتر من كده. احس ادخل اكسجين بس ان انا اكمل العدات دي. ده بالنسبه جميل جدا. للبنش. في حاجه مهمه عايز اقولها بالنسبه للثلاث الثري ليفتس، عشان ده هيفرق جدا مع الليفت. تاقلم النيرفس سيستم مع الويت. دي حاجه بتميز الديد ليفت، عشان كده اسمها ديد ليفت عن بقيه الليفتس. ان انت في السكوات لما انت بتاخد البار فانت اخدت النيرفس سيستم على الويت الاول قبل ما اعمل اي حاجه. بعد كده اخد نفس وابريس وانزل. البنش كذلك، ان انا هاخد اطلع البار بالبنش، اطلع البار من الراك، وان انا بنزل مثلا. وفي ناس على فكره مش بتبريس قوي في البنش على حسب التكنيك. يعني الناس اللي بتعمل ارش كبير جدا مش بتبريس قوي على فكره. في الارش الكبير مش بتبريس قوي. تمام. بس انا بتكلم ان جنرال يعني. لكن في الديد ليفت
عشان كده اغلب في ناس كتير جدا ضعاف في الديد ليفت. مفيش النقطه دي. انت مش بتاخد البار وبعد كده تحمل على النيرفس سيستم، تاخد النيرفس سيستم على الوزن وبعد كده تبدا الليفت، لا هي ديد ليفت، انت بتاخد البار من الارض. فعشان كده لازم يكون عندك السكيل ان انت تقدر تديفلوب تنشن على البار من الارض الاول، بعد كده تطلع بالوزن اللي هي حاجه اسمها سلاك بول. السلاك بول او ان انت بتحط تنشن بسيط على البار، هي دي السكيل اللي هتخليك تتفادى قصه الديد ليفت دي، ان انت ما ت... النيرف سيستم ما يتفاجئش بالوزن، والا هتقدر تشيل لحد اوزان معينه، والتكنيك هيقدر يبريك ان في النص، وان انت مش هيبدا يحصل اختلالات بقى، تلاقي راوند باك، تلاقي مثلا مش قادر يقفل وزن فوق عشان شولدر راوندد مش قادر يقفل، وهكذا. فدي بس كان نقطه حابب اوضحها جدا، الفرق بين الثري ليفتس عن الديد ليفت بالذات. أو لا، من النقط فعلا المهمه فعلا، غير لما انت تدخل في السكوات تاخد الاول البار وبعدين بعد كده تبتدي. حتى زي ما انت قلت في الاول في الطريقتين الاثنين، ان انت تعمل تايت الاول لجسمك، ولا انك تعمل تايت وبريسنج. فالاثنين في الطريقتين يعني ايه، كده كده مش زي الديد ليفت خالص. الديد ليفت فعلا امرها بالظبط. مختلف جدا. بالظبط. طيب عايزين نتكلم في نقطه مهمه، وهي نقطه الاستعجال والاستمراريه، نقطه الكونسيستنسي. انا دلوقتي لازم علشان اتطور في حاجه معينه لازم افضل فيها مستمر. فطبيعي هتجيلك اسئله من نوعيه يا كابتن انا هستمر قد ايه، انا هوصل بعد قد ايه، انا هشيل الوزن دوت في وقت قد ايه. آه، فهل الحاجات اللي زي ديت ليها اجابات معينه ولا لا؟ تمام. اول حاجه خلينا نتفق على حاجه، ان الكونسستنسي مش بس ان انت بتقدر تكبر ماسل تيشو، ان انت تقدر تبني عضلات، بل ان انت بتقدر تديفلوب تكنيك على فترات طويله. شوف انا لسه كنا في اول البودكاست خالص في الاول، قلت لي معقوله يعني انت لحد دلوقتي بتخش اهو بطولات جامده وبتاع ولسه بتظبط هدفك في التكنيك؟ مم. طبعا. ان انت عمال كل شويه عمال ترتقي اكتر، ان انت تتحسن اكتر تتحسن اكتر تتحسن اكتر، وعايز اصلح كذا، ان انت عايز توصل انك بتعمل حاجه احسن ما يكون، احسن ما قال الكتاب كمان، يعني مش بس زي الكتاب يقول، احسن ما قال الكتاب كمان. فانت بتحاول تظبط تظبط تظبط، ده هيتم ازاي؟ بالاستمراريه، وان انت تحاول ان انت تظبط الاخطاء اللي عندك. كل ما انت هتظبط الاخطاء اللي عندك، طبعا ده هيتم في وقت قليل. يعني ابسط مثال، لو انت بتتمرن مره واحده في الاسبوع، انت سمعتك قبل كده بتتكلم في النقطه دي، ان انت لما بتتمرن مره واحده في الاسبوع ماشي، ممكن ده على الاسبوع الجاي يكون طبعا ريكفرد وتمام وكل حاجه، بس كبراكتس وايز بالظبط. انا ما عملتش براكتس. فانت كونسيستنسي مش بس ان انت تكمل فتره طويله 3 4 شهور ان انت تستمر، لا ان انت طالما اتكلمت ان انت دخلت لعبه تخصصيه، لازم تكون مركز جدا ان انت عمال تطور في نفسك على طول، ومفيش حاجه اسمها توقف. التوقيف هيوقعك جامد اذا ما كانش هيطور منك. يعني ابسط حاجه انه ما مم. يطورش منك، ده ابسط حاجه، بس هيوقعك كمان. وفي ناس كتير للاسف عقليات معينه بيبص ان البطولات تجهيز قبلها بفتره وخلاص على كده، وانا بقيت السنه مريح. لا يا حبيبي، الكلام ده مش صح، ومفيش حد بره ولا ابطال عالم بيعملوا كلام من ده. انت بتلعب على طول، بتتمرن على طول، وساعه البطوله بتجهز البطوله بس. لكن ان انت مريح طول السنه وقبل البطوله ايضا في بطوله قبلها بثلاث شهور نجهز، الكلام ده مش حقيقي والكلام ده مش صح. فالاستمراريه هتخليك مش بس ان انت تقدر تزود الاسترينث عندك، لا انت هتخليك تظبط الاداء احسن واحسن واحسن واحسن، لحد ما توصل ان انت حتى طول ما انت ما جربتش ما تعرفش المشكله فين، ما انت مش عارف المشكله فين. مم. يعني انا واحد من الناس، انا مره انا في فتره السنه اللي فاتت انا كان البنش بريس واقف عندي بالكيلو، ما بيتحركش لمده سنه كامله، ما بيزيدش نص كيلو. ليه؟ خالص. انا مم. في حته انا في حته معينه واقف عندها مش عارف اتحرك، في حته معينه عندي كتكنيك مش قادر اظبطها، لحد ما قدرت اظبط حته فيها وخلاص الدنيا بدات تمشي تاني. فهي دي من الحاجات اللي هتفهمك، طول ما انت اصلا مش مستمر هتعرف منين. يعني تخيل ده واحد مستمر اهو وقعد سنه ما بيتحركش. هقول لك مم. حاجه تانية، عشان في ناس من الشباب بيستعجل جدا يقول لك خلاص طالما كده يبقى انا لازم اخد حاجه وبتاع ومش عارف ايه. عايز اقول لك ان في ناس برضه بتعمل كده وما بيتحركش، لان هو بيتكلم كسترينث وايز بس. لان اصل ده هيعمل لك ايه؟ كل اللي هيعمله لك ان هو هيزودك سترينث، بس كتكنيك وايز كاداء مش انت ما استفدتش حاجه. مم. لازم تجرب ولازم تتعلم ولازم تطور من نفسك عشان تتحرك، حتى لو انت خدت الطريق ده. تمام. ممتاز جدا. فهمت قصدي؟ يبقى اذا الاستمراريه من الحاجات المهمه جدا. وكان في دراسه جميله جدا اتعملت كده لسه جديده على موضوع الديلود،
ما شفناش قبلها حاجات زي كده واضحه من ناحيه الاسترنس وناحيه الحجم العضلي. لقوا ان الاسترنس من اول العناصر اللي بتقع مع فترات الراحه. فاهم قصدي ايه؟ بالظبط. فبالتالي ولما بتيجي ترجع تاني، تبتدي تاني ترجع التمرين، تبتدي تحس بآلام عضلية تانية، وتبتدي تحس انك مش موتيفيتد قوي. والكلام طبعا يعني الناس اللي عندها اصابات والناس اللي عندها مشاكل تتجنب الكلام ده. احنا بنقول واحد قرر ان هو فجأة يريح وعايز يشوف مم. استمرارية من عنصر الاسترنس، فبالتالي الموضوع دوت يعني بيبقى ايه، مش واضح قوي. طيب انت في نقطة معينة او عايز تضيفها او حاجة معينة عايز تضيفها؟ بالنسبه زي ما اتفقنا على موضوع السترينث، زي موضوع الفريكونسي من الحاجات اللي في ناس بتهملها، في ناس بتاخدها كده ايه، ودي من الحاجات اللي هنرجع تاني لقصه التابلت. ان التابلت مثلا كاتب لي يعني لو في ناس قرأت الكتاب، وده اللي برشحه لاي حد عايز يفهم مبادئ عن الباور ليفتنج، الكتاب بتاع مارك ريبيتو بتاع ستارتنج سترينث، اكيد عارفه. تمام. طبعا. هو في كتاب اللي هو اللي عامل كتابين، في واحد منهم بيتكلم عن البروجرامينج، فهو كان بيتكلم تقريبا البنش مرتين او ثلاثه في الاسبوع، او ساعات مره وساعات مرتين وساعات ثلاثه على حسب الويك. الفكره ان دي عدد قليل كرفعه تكنيكال جدا. طبعا خلينا نتفق تاني ان انا بقول الباور ليفتنج كلها تكنيكال، بعد بقول لك اهو فتره من مم. الزمن بقى اللي بلعب اللعبه دي، انا بقول لك كلها تكنيكال. مم. اي حد يقول لك حاجه غير كده يبقى هو ما يعرفش يعني ايه تكنيكاليتيز. المهم يعني ان البنش من اكتر رفعات تكنيكال فعلا في الليفتنج. فالبنش بالذات، ان انت لو فعلا اللاعب ما لعبوش اكتر من مثلا مرتين ثلاثه اربعه على حسب اللاعب، مش هيقدر يبراكتس ومش هيقدر يكتشف اخطائه ومش هيقدر يتعلم، خصوصا لو عنده القابليه ان لسه اوزانه خفيفه. يا باشا، العب 4 مرات في الاسبوع، العب 5 مرات في الاسبوع، انت هتريكفر يعني في لمحه بصر كده عادي. لان انت لسه اوزانك خفيفه، لسه بتتعلم التكنيك، ما تخافش. مش هتفتيج ان طبعا ده باشراف حد فاهم وحد مم. باصص عليك، بس يبقى عندك فرصه اكبر ان انت. انا عايز اقول لك ان كنت لسه بتكلم مع صديقي محمود بهاء برضه، اللي كنا بنتكلم على ليفتر من الناس الكوتشز المعروفه جدا في امريكا، بيلعب بنش 6 مرات في الاسبوع. مم. وعلى فكره اوزانه تقيله جدا، الراجل بيعمل 200، مش فاكر 210 ولا 220 كيلو بس بنش. اكيد كلها مش بنفس الشده، مستحيل بنفس شده لا لا التمرين. لا، طب اكيد طبعا مش اه. نفس الشده. انا مش مم. بتكلم على الشده دلوقتي، وبالعكس فيها حاجات فاريشن، يعني في برضه لارسن مم. بريس، في مش عارف ايه، وفي حاجات ايوه بشده بالظبط. قليله. انا بتكلم مم. على مبدا الفريكونسي. المبدا ان اللي هو انت التردد ذات نفسه، صح. ان انت براكتس. فده بيخليك خلاص الموضوع في دماغك، اللي هو حتى تلاقي واحد زي ده بيلعب بنش 6 مرات في الاسبوع. يا عم قول 5 مرات في الاسبوع. لو بيلعب 5 مرات في الاسبوع، انت لو الراجل ده راح مثلا اسبوعين، مش بقول لك شهر ولا 3 شهور، الحاجات اللي بنسمعها العجيبه دي، لو ريح اسبوعين هينسى التكنيك مم. دي شبيهه من قوي كتر ما بالطريقه هو. النرويجيه اللي هو النرويجيان ميثود او حاجه زي كده. طريقه كده استخدمت مع الناس الاليت او مع الناس المحترفه جدا، ان هو يقعد يمرن السكيل او المهاره دي اكتر من مره في الاسبوع علشان يفضل مستمر بيها. ودي بصراحه من ضمن الحاجات اللي انا مقتنع بيها جدا، خصوصا في موضوع الاسترينث او في موضوع انك تبقى اثليت بشكل عام. انك لازم تتمرن على الحاجه، مش تتمرنها سبت وبعدين تستناها السبت اللي بعديه، وبعدين السبت اللي اه بعديه تلاقي الشهر اتمرنت 4 مرات بنش بريس بس اه، وعايز وخلاص مهارتك على كده. تتحسن فيه. طب ما طبيعي مش زيك زي اللي اتمرنوا 8. فاهم قصدي؟ او زي اللي اتمرنوا 12. فانا مقتنع بالظبط. بكلامك ده حتى ولو على المدى الطويل اكتسبت سترينث وقفت عند جزئيه معينه، فعنصر المهاره بغض النظر بقى عن عنصر القوه، يعني في عشان ما يجيلكش واحد فزلوكه يقول لك لا بس في دراسه لقت ان الفريكونسي المرتين مقارنه مش عارف بقد ايه ادتك نفس الاسترينث. ماشي يا سيدي، ما عنديش مانع، بس السكيل والحاجه البراكتس مختلفه سن عن الجزئيه العلميه، عشان بس نبقى متفقين فيها زي ما انت قلت كده. الجزئيه التطبيقيه مختلفه، هتتغلب معاك على التكنيك. احنا ما نعرفش على اللونج تيرم هتبقى عامله ازاي. الراجل ده بعد سنه من بالظبط. البراكتسنج ده هيبقى اخباره ايه؟ سيبك من ان الدراسه معموله على الشورت تيرم 8 10 اسابيع، ما لحقش اصلا. احنا بنتكلم على مدار سنه سنتين ثلاثه. صح ولا ايه رايك؟ صح مليون في المية. وفي حاجات برضه من الحاجات اللي أنا مؤخرا يعني هي يعني شبه بتستفزني، ان هو اي حد اتكلم معاه يقول لي الدراسه الفلانيه، الدراسات هي اللي علمتنا، خرابي. يا والدراسات خرابي. هي اللي استفدنا منها، وعلى عيني وعلى راسي.
ويا باشا انا ايه، انا عندي قابليه، وين يا عم الدراسه نقراها مع بعض مفيش مشكله. بس في حاجات، يعني ابسط مثال هديك مثال بسيط. شخص ما كان بيلعب سكوات، واقف حرفيا فاتح رجله فتحه وبيلعب سومو سكوات. فبقول له يا ابني انت ليه واقف كده؟ مش ده احسن حاجه ليك؟ ده رجلك شويه وجرب. قال لي اصل في دراسه بتقول ان انا لما بكون موسع رجلي في السكوات بيكون اكتر ماسل ديفلوبمنت واكتر استخدام الالياف العضليه كلها وبتاع. انا يعني قلت له بص، انا بقول لك ان ده مش مناسب ليك وده مش مناسب للباي ميكانكس بتاعتك وبراحتك. هقول له ايه؟ اقول له لا دراسه غلط؟ اقول له او لا. لسه اقول له ابعت لي الدراسه؟ تمام. بقى وصل معايا الموضوع كده، الواحد بقى ايه بقى مش قادر يتناقش. لان وعايز اقول لك ان الشخص ده بعد شهرين جه قال لي انا عندي اصابه في ركبتي، مش عارف اعمل ايه وبتاع، واضح انها كانت السكوات الواسع اللي انت قلت لي. طيب، مم. نفس الشخص. طبعا مش حته هنا بقى، بص يعني الواحد برضه بقى ايه يعني كبر، هو مش حته بقى شفت بقى انا قلت لك مش عارف ايه، شفت انا طلعت لا لا صح في لا لا الاخر. لا. اللي هو مش موضوع مش كده، هي مش ديبيت. انا او لسه بقول لك ان انا والله العظيم انا عندي، انا لسه كل حاجه بقول لك بتلاحظ، انا بقول لك عندي شك، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط ممكن كذا صح ممكن كذا. أنا بقول لك اللي احنا وصلنا له عادي، كابتن مصطفى الجندي ممكن يقول حاجه وبعد شهر نكتشف ان احنا وهو احنا الاثنين غلط، مش مشكله. صح. بس احنا حتى بالظبط. هذه اللحظه ايه، مم. احنا متفقين على ده الصح. في حاجات انا من سنتين كنت مؤمن بيها تماما، وفي هذه اللحظه انا متاكد الحاجات دي ترمي في الزباله، مم. وانا بقولها عادي مش ما عنديش مشكله يعني. لكل واحد الواحد بتاع، وبالعكس ده بالعكس ده معناها ان انت اتطورت، ده معناها ان انت عرفت الاحسن. انا من اول موقف حصل معايا القصه دي، لما جيت في يوم من الايام تشددت لرايي في جزئيه معينه، وبعدين بعد كده نزلت حاجات عارضه الراي ده. من اول ما حصل لي الموقف ده قلت بعد كده لا يمكن اتشدد لاي راي تاني. تشددت ان لا اتشدد. فاهم قصدي ايه؟ بالظبط يعني شددت بالظبط. على نفسي. لا، دايما يا ابني ادي نفسك كده، بقول لنفسي دايما يا ابني ادي نفسك احتماليه. حتى ولو في حاجات علميه، حاجات براكتس تعمل، قول ايه الافضل. ممكن ميبي، ممكن لو عملت كذا صح تبقى كذا. فاهم قصدي؟ لكن ما بقولش بالظبط لازم. كده. لازم تتمرن العضله مرتين ثلاثه في الاسبوع علشان تجين كذا. لا، بقول لك ايه، ممكن الافضل لو انت من خلال التجربه عملت كذا كذا تلاقي في تطور احسن. ما لقيتش في تطور احسن مش هتخسر، اديك بتمرن العضله مرتين. اول حاجه بتعمل. فاهم قصدي؟ فبالتالي ما بقتش اتشدد علشان ايه، لما تظهر حاجه عكس كلامي بقول إيه الحمد لله ان انا ما تشددتش فيها. انا برضه حصل لي فاهم؟ ده قبل كده فعلا يعني. بالظبط كده. اه بس التشدد مش احسن حاجه. يعني برضه من الحاجات اللي انا كنت زمان يعني انا يعني لو متشدد، المدرسه الروسيه جدا في الباور ليفتنج. المدرسه الروسيه ممتازه جدا في الباور ليفتنج، ودي حاجه من الحاجات اللي انا بدات بيها والحاجات اللي انا، مع اني على فكره انا لما بكون بمرن حد بستخدم بعض الحاجات، بعض الحاجات انا مش بعملها معاه. يعني في اصلا في حاجات الناس ما بتستحملهاش، بس مش ده ومش ده الصح. موضوع البيريوديزيشن، احنا مش عايزين نخش الموضوع ده عشان الموضوع ده بودكاست لوحده. اه ده بس حقيقي. من ابسط الحاجات ان البيريوديزيشن متقسمه. مثلا ابسط حاجه ان انا بتكلم على مدار السنه، مدار السنه فيه امم. ايه وبعمل ايه للاثليت والكلام ده كله. الموضوع ده غير ابليكابل، لا يمكن تطبيقه في معظم الحالات. هتلاقي مثلا معاك لاعب، اللاعب ده مش عارفين نخش بطولات ايه اصلا في السنه ده مبدئيا يعني. طيب اخترنا بطولتين، تعالى يا عم ناخد انا. تمام. انت سالتني دلوقتي هتخش بطوله، قلت لك عايز اخش بطوله شهر 5 وبطوله شهر 10 ان شاء الله، لو عملت كويس اخش بطوله 10. يبقى انت عرفت كده هو معاك اللاعب اللي هو انا ما هيخش بطولتين في السنه، على الاقل عرفنا اصلا من رجلينا. طيب يبقى انت مثلا عايز تعمل بريوديزيشن معين، طب افرض طلع لك يا اخي الراجل ده تعب، الراجل ده عيب، الراجل ده طلع له ظرف ما، فانت البلوكية لازم باظت. كل سنه وانت طيب. فانت لازم يكون يعني عندك الفلكسبيليتي شويه، دي اول حاجه. تاني حاجه حته ان انا امسك بلوك كامل هايبرتروفي بس. انا بتكلم على الهايبرتروفي بحت، اللي هو بلعب فرنج عدات مثلا من 8 ل 12 عده، اللي هو ماشي، بس انت كده بتعمل حاجه تانية، ان انت عمال تبعد عن السبيسيفيتي. الراجل ده في النهايه يخش بطوله يعمل عد، انت عمال تديله في 12 و20 عده ومش عارف. طب ماشي جميل جدا، بس مش لوحدها، كومباين. مم. لكن دي من الحاجات اللي انا بعترض عليها في حاجات معينه في البريوديزيشن. ودي من الحاجات اللي هي النيو باور ليفتنج بتتكلم فيها، ان البريوديزيشن كتقسيم ده في بقى
مسمى مختلف، ان انا اكون مقسم السنه ماشيه ازاي. انا عندي مثلا اللاعب ده هيخش بطولتين في السنه، طب البطولتين في السنه دول انا هكون مركز اكتر على الهايبرتروفي في الفتره الفلانيه والفتره الفلانيه، ولو محتاج ينزل وزنه يبقى في الفتره دي. وستيل برضو احنا هنشتغل على هنعلي الانتنستي برضو كل حاجه، بس بليميت معين وهكذا. فاحنا عندنا بلان، بس ستيل مش كل حاجه. ايه ده من الكلام ده؟ ايه ده من انا انا امسك بلوك في رايي الشخصي اللي دايما مم. بشرحه للناس في الحته بتاعت البروجرام ديزاين، ان البلاننج اللي انت بتعمله هو دوت يور اون سبيشال بيريودايزيشن بس. بالظبط. فاهم قصدي ايه؟ بالظبط. بقول لهم كده في الاخر. وخاصه بقسم البيريودايزيشن لحاجتين اتنين: لتحسين عنصر القوه ولتحسين عنصر الحجم العضلي. الدراسات من الناحيه العلميه او من ناحيه الميتا اناليسيز وكده قالت اتعاملت باي نوع بيريودايزيشن، حتى ما عملتش بريودايزيشن، هتتطور من ناحيه الحجم العضلي. واكبر دليل على كده عندنا كابتن عبده بطاطا، بيدخل الجيم يرفع اي اوزان بيتطور حجم عضلي احسن من كابتن حنيوكا اللي بيقعد يختار البتاع. فاهم قصدي ايه؟ فده بالظبط. بالنسبه بالظبط. لنا ده من ناحيه الحجم العضلي. اتمرن مم. هتطلع ايه عضلات. ده من ناحيه الحجم العضلي. من ناحيه القوه العضليه، لقوا ان البروجرامينج، اي نظام هتعمل له بريودايزيشن، هو افضل من انك تبقى نون بريودايزيشن. يعني كابتن اللي بيخش يحنكش في الجيم اي ديد ليفت اي بنش بريس، هو مش هيتطور بنفس الراجل اللي ماشي مع مدرب وعامل له برنامج. اتفقنا؟ اظن ده شيء ده منطقي حقيقي. جدا. ده حقيقي. ده طيب حقيقي. من ضمن انواع البريودايزيشن، انهي افضل بريودايزيشن اختاره ليا بالنسبه للسترينث؟ هنا بقى الروس والامريكان بيتخانقوا. الروس يطلعوا ابحاث، الامريكان يسكتوا. لا، لازم نطلع ابحاث من الناحيه الثانيه. فاهم قصدي؟ فانتوا هتخترعوا لنا لينير، احنا هنخترع لكم نون لينير. انتوا هتخترعوا لنا دي وبي، احنا هنخترع لكم كذا. فكل واحد بيقعد ينحاز او يبايس للناحيه بتاعته علشان يطور البريودايزيشن. وهو في الاصل معمول علشان خاطر لعيبه الاولمبياد كل 4 سنين يقدروا يحطوا خطه تدريبيه، الكلام اللي زي ده كله. فهنا في مدارس البيريودايزيشن مش هنختلف، هتتطور في اي طريقه بيريودايزيشن نمشي عليه. ولكن بقول للناس او للشباب في الورك شوبس، انا مش بفضل الانواع اللي انت بتقول انا الشهر ده هشتغل هايبرتروفي، الشهر ده هشتغل الاسترينث، بالظبط. الشهر ده هشتغل انديورنس. انا ده بالنسبه لي اقل نوع من انواع البيريودايزيشن، لانك انت بعدت عن المهاره او السكيل اللي انت بتبراكتس ليها في لعبتك، اللي هي ايه اساسا بين قوسين الاسترينث، اللي هم ايه اساسا بتشتغل على نظام ايه اللو ريب رينجز. فانا اسيب اللو ريب رينجز شهرين عشان ارجع له تاني؟ طب ما انا هلاقي نفسي فيه ضعيف. فاهم بالظبط. قصدي؟ باظت خلاص. فانا مش متفق مع النوع ده من المنطق وليس من الناحيه العلميه. مش دلوقتي العلم بيقول ايه، انا بتكلم من الناحيه المنطقيه حتى. لا، انا محتاج ان انا ابراكتس على الجزئيه دي. فادهاني في اي انواع بريزايزيشن. اذا انا كمصطفى من الناحيه من ناحيه القوه، اي نوع هتحطه بس تلعبني فيه سكوات وديد ليفت وبنش بريس عدتين او ثلاثه على مدار الاسبوع، انا موافق معاك. تقول لي بقى نيجي بعدها ندخل اكسسوارز 8 في 10 ومش عارف ايه، هقول لك امين. طيب اصل نوصل للفيلير ما نوصلش للفيلير، نقلل نسيب، امين. المهم ان انت في السيشن بتاعتي دخلت لي المين ليفت بتاعتي في ريب رينجز قليله. ما اعرفش انت تتفق معايا او تختلف في الحته دي، لا، اتفق مليون لكن في انا المية، ما ده ايه اللي احنا لسه بنقوله. بسهل للناس طبعا. القصه. مم. لا لا لا، اتفق مليون في المية. يعني حتى مثلا من الحاجات، ابسط حاجة، كان في برنامج اللي هو بتاع نيل هيل يودا، مدرب مم. فليكس لويس، اللي هو واي 3 تي. هو كان برنامج بيتمحور حوالين ايه؟ ان انت اسبوع فيري لو ريب رينجز من 3 ل5 عدات، اسبوع بيشتغل على سترينث يعني من وجهة نظره، واسبوع تاني بيشتغل هايبرتروفي مثلا حد تقريبا من 8 ل 10، اسبوع تاني من ال 10 لل 20 وساعات 30 عد. فانت لو قعدت اسبوع شغال 20 و30 عده، تيجي الاسبوع اللي بعديها تقول لي تعمل 3 بوزن عالي؟ مست- مش هعرف. حتى السكيل مش موجوده. خلي بالك بالظبط. الكلام ده عدى لي اسبوعين، من اسبوعين فاتوا يا ابني، انت ده مده كبيره جدا. فيعني الكلام ده على الورق يا يخرب العظمه، تمام، جميل مم. جدا، بس ابليكابل. انا واحد من الناس زمان ما كنتش اعرف الكلام ده كله، ولا اعرف الباور ليفتنج ولا الكلام ده كله، جربته وما ما ما ما, ما كنتش انا جربته. حاسس ان انا مش تمام. جربت الويكلي ديلينج اند بريودايزيشن، ما عجبنيش من الناحيه ان هي صعب بالنسبه لي. لا، انا ليه اقعد اسبوعين ثلاثه؟ والاستيمولس اصلا اللي بيحصل على العضله مختلف. لما بلعب ريب رينجز عاليه واوصل للفيلير، بيحصل لي منها دي ام اس عالي جدا، بيأثر تاني اسبوع عليا على على الاوزان التقيله، بحس ان انا مش مرتاح. ممكن للحجم العضلي كله هيطلع لك عضلات،
بصراحه. بالظبط. من ناحيه الحجم العضلي كله هيطلع لك عضلات. لكن ان انا ادخل اكومبيت باور ليفتنج، لا. ما بصراحه هبعد عن القصه دي، وهروح لاي حاجه افضل على الاقل ولو مقلل الشده في تماريني طبعا. وده اللي انا بفضله يعني للناس، للناس ديت عشان دايما بيقعدوا يفليروا كتير قوي. اظن ما انت عارف بقى. يلا ترند بقى طالع. فاهم قصدي؟ اه. هنبقى نتناقش فيه البودكاست الجاي. انا معلش، انا هننزل. مش عايز اقطع كلامك، بس واحد كان بيتكلم معاه من فتره، فبيقول لي انا كنت عايز اقول لك البروجرام بتاعي. قلت له يا سيدي قول. قال لي انا بلعب سكوات تقريبا 3 مرات اسبوع، 3 مرات في الاسبوع، لازم كل اسبوع افيل مره. لو بيتكلم لو بجد. فوليوم هاي. بفيل اللي هو، قلت له يعني معلش يعني ايه تفيل؟ قال لي يعني يعني اعدل ار بي اي تاني، اوصل لحد الوزن ما يطلعش معايا. قلت له يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اللي عايز تنجر يور سيلف مش تعمل كده. بالظبط. ومش كده بس، كمان يعني بيأثر كان، على الاسترينث جين جدا في موضوع النيورو ماسكولار فاتيج والارهاق الجهاز العصبي والعضلي اللي انت عشان عندك. تريكفر من القصه دي انت بوظت كل اللي انت عملته. اه، عايز تعمله الهايبرتروفي اعمله الهايبرتروفي، بس لكن ما تقوليش للاسترينث. لا لا لا، صعب صعب صعب. صديقي انا كنت مبسوط جدا جدا معاك النهارده. احنا لازم بقى يعني، انت شوقتني بقى، حمستني في الاخر. لازم نعمل بودكاست جديد تاني ان شاء الله باذن الله عن البريودايزيشن والبروجرامينج، لاننا ان واضح ان شاء احنا الله. عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله فيه اكتر بقى من انا الحاجات اتمنى والله، يعني التكنيكس. اول حاجه مبسوط معاك اني كنت معاك النهارده فعلا، حبيبي ربنا يديك واتمنى الصحه. البودكاست دي الناس تشوفها كانت كويسه مفيده زي البودكاست اللي فاتت عجبت الناس، اتمنى دي تعجبهم الحمد برضه. لله الحمد لله. وما عنديش اي مشكله الناس في الكومنتس لو في حاجه عايزين نتناقش فيها نعمل عليها بودكاست تاني، معلومه مش مقتنعين بيها نتكلم فيها ونتناقش فيها، ما عنديش اي بس مش مشكله. بعد سنه، مش بعد سنه. ايوه يعني. يعني مش بعد سنه. بالظبط. حبيبي يا صديقي، كنت منورنا النهارده والله، وانبسطنا جدا حبيبي يا كابتن جدا جدي. بوجودك معانا. الناس بس تكتب لنا هي محتاجه مننا مواضيع ايه. بس انا كده انت شوقتني الموضوع البريودايزيشن ده. ان شاء نقعد الله. بقى نجمع الداتا بشكل اكبر اللي عليه. لان ده من الحاجات المهمه جدا. واضح كده ان هو عامل قلق عندكم. عامل قلق عندكم البريودايزيشن ولا لا؟ لا والله ما اعتقدش ان في ناس كتير بتتكلم فيه، لان يعني هو البيرديسر بيكون اكتر على الرياضات التخصصيه، على الرياضات التخصصيه التانيه اللي هو الاثليتس التانيين. بس خلاص تقريبا باور ليفترز هم عارفين طريقهم خلاص، اللي هو مش البيريوديزيشن خالص. بس لو حد عايز بقى يبوت مور ساينس فبيدخل بيريوديزيشن، وهنا بيكون وقع ايه نفسه في مم. المحظور يعني. طيب جميل جدا. فالناس بقى تكتب لنا هم محتاجين ايه مننا مواضيع المره الجايه ان شاء الله باذن الله نظبطها. ان شاء الله. ونظبط انا وين كده، انا وانت والناس الامور ديت ان شاء الله، بحيث ان احنا نعمل ايه بودكاست تالت كده بشكل مختلف ان شاء الله عن الاثنين ايه اللي فاتوا. انت كنت منورني جدا 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 بجد ده والله. نورك والله، واتبسطت معاك جدا النهارده حقيقي يعني. حبيبي يا صديقي، الله يخليك حبيبي. اشوفك على خير ان شاء الله، ان شاء والبودكاست الله. التاني يكون مفيد اكتر من ده كمان. ولو حد عنده اي حاجه عايز يقولها بالنسبه للبودكاست ده في الكومنتس او كده، حتى ممكن نتكلم عليها في البودكاست اللي بعديه. ان شاء الله باذن الله حبيبي، الله يخليك. ان يلا شاء مع الله السلامه. اشوفك مع على خير. السلامه.